مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم من تاني في برنامج بارابيليوم. معانا هنا دانيالي مورو والجنرال كابيتيني، وكمان بعد نص ساعة هيجي إدواردو فونتانا علشان نتكلم عن المواضيع ونعمل حصيلة للأضرار اللي حصلت من الجانبين. شكرا ليكم إنكم موجودين معانا، وخليني أبدأ بشكر خاص ليكم gli accordi, questo famoso accordo لأجل الجزء للمرة الرابعة، لأنها فعلا المرة الرابعة اللي تم فيها التأجيل. وكنت عايز على طول إن النقاط اللي اقترحها كل واحد منهم أنا قريتها، وبصراحة كان كفاية تقراها عشان تفهم إن الاتفاق ده ما كانش ممكن يتم ببساطة من المقدمات اللي كل واحد حطها من البداية. dei punti sono completamente antitetici. واحد مع التاني إيران Vuole la libertà di برنامجهم النووي. الأمريكان كانوا عايزين حتى تفتيشات تؤكد الأضرار اللي حصلت في القواعد والتخلص من أي مواد. واحد عايز فتح مضيق هرمز والتاني بيقول إنهم هم اللي بيتحكموا فيه، وحتى لاندو فيه هيخلوا الناس يدفعوا. وده تناقض، لأن الملكيات الخليجية مش شايف إنهم مستعدين يدفعوا رسوم للي أصلا عملوا فيهم كده من الأضرار عشان يمولوا أضرار تانية ممكن تحصل. يعني كان كفاية تقرأ النقط دي كلها مع بعض. في كمان تعويضات عن الأضرار بسبب الحرب. إيران عايزة التعويضات دي، اللي بصراحة مش شايف إنها هتحصل عليه. الاختلافات كبيرة جدا، ومطالب كل طرف مش ممكن تتوافق مع التاني، فكان مستحيل يتوصلوا لاتفاق. فأنا هبدأ بالسؤال اللي كلنا بنسأله: هو إيه موضوع الحصار الأمريكي ده؟ بالنسبة للحصار، المفروض بالفعل أو على الأقل عدم الثقة في الوضع في مضيق هرمز. هل ده ممكن يستمر؟ ده منطقي من ناحية الأمريكان، خصوصا إن في بالفعل حوالي 1015 سفينة بتعدي في أحسن الأحوال كل يوم. في حظر سببه الأساسي إن في صواريخ وطائرات بدون طيار بتطير في المنطقة. لو انت واقف بره بتعمل حظر تاني، هنا الكل بيضحك وبيشوف في تشات الحظر على الحظر. بس هل دي حل؟ لا لا لا، دي مش حل. الحل كان نسيب الموضوع زي ما كان قبل كده. احنا بنحاول نعيد فتح مضيق كان اصلا مفتوح من 40 يوم، كان مفتوح وعادي ممكن تعدي منه من غير اي جمارك من اي حد، مع احترام قواعد الملاحة العادية. بس دلوقتي حصل كل اللي حصل ومفيش داعي نعيد الكلام، ودلوقتي بقى في حصار فوق الحصار، ويبان كأن في محاولة للسيطرة، ومفيش داعي نعيد الكلام زي ما بيقول. مش انتوا اللي قافلين المضيق، احنا اللي بنقفل عليكم المضيق اللي اصلا انتوا قافلينه. انتوا اللي قفلتوا المضيق. يبدو كده براند واردي اللي في السوق ابويا اشتراه. دلوقتي هيبقى الصين هي اللي هتوقف الامريكان اللي بيوقفوا الايرانيين اللي في السوق اللي ابويا اشتراه، ولو كملنا كده هنقف لحد القطب الجنوبي. بس ماشي يعني. الفكرة سياسية اكتر منها عملية بمعنى الكلمة. ده هيكون لإثبات إن الولايات المتحدة اللي هي قوة بحرية وعايشة على السيطرة على المضايق، عايشة على السيطرة على الكل المضايق. وبعدين مش كتير قوي في العالم المضايق اللي لازم تعدي منها غصبا عنك. المضايق والقنوات، فيه مضيق ملقا، فيه مضيق تايوان، فيه باب المندب، فيه هرمز، فيه الدردنيل، فيه مضيق جبل طارق، فيه قناة صقلية، فيه قناة بنما، ومضيق بيرنج. في الآخر مش ملايين الأماكن اللي لازم تسيطر عليهم. كل الأماكن دي لو عندك الصبر تروح تشوفهم هتلاقيهم كلهم تحت سيطرة البحرية الأمريكية. ففكرة إن حد غير البحرية الأمريكية يجرؤ يقفل ممر بحري تعتبر تقريبا جريمة مساس بالهيبة. ومش بس بالنسبة لترامب، ده للولايات المتحدة كلها اللي بتعتمد قوتها على الموضوع ده. هم قوة بحرية، وده مش مرض جلدي، لكن كلمة معناها إنهم قوة بحرية عظمى يقدروا يعملوا كده من الناحية القانونية. أيوه أيوه، لو الواحد احترم شوية قواعد عامة
ممكن يفرضوا حصار بحري على البلاد اللي في حرب، بس لازم يلتزموا بشوية شروط أساسية. لازم يحددوا بالظبط الإحداثيات، يعني إحداثيات المساحة البحرية اللي عليها الحصار، يعني الأربع زوايا بالإحداثيات الجغرافية من خطوط الطول والعرض. لازم تعلن كمان عن اليوم والساعة اللي هيبدأ فيها الحصار. لازم تحدد الأماكن اللي بتعمل فيها الحصار، أي موانئ أو أجزاء من الساحل، ولازم تبلغ الناس. عليك واجب إنك تبلغ كل السفن اللي رايحة للمناطق دي إن هم داخلين منطقة عليها حصار بحري. عليك واجب إنك تبلغ، وكمان عليك واجب إنك ما تضرش السكان المدنيين، وكمان لازم الحصار ما يكونش أكتر من الضرورة العسكرية. ولازم يكون كده بالظبط، دي هي الحاجات اللي القانون البحري بينص عليها عشان تفرض حصار، ولازم تطبق على كل السفن. ما ينفعش توقفك انت بس، لا، الحصار البحري بنص ان كل السفن الايرانية والكويتية والصينية واي مكان تاني اللي بتعدي من المنطقة اللي عليها الحصار لازم تتوقف ويتمنع دخولها. يعني مش معنى انك انت اللي طالع وانت اللي دافع اوقفك، وانت اللي ما دفعتش تعدي. الموضوع مش كده، الحصار على الكل، على كل السفن مهما كانت اعلامها. هو حصار بمعنى الكلمة يا باولو. هم عايزين يوقفوا السفن اللي بنعتقد إنها هتدفع رسوم عبور لإيران. احنا بنتكلم عن سفن مدنية. انا بتكلم عن اللي بيقولوا القانون البحري. القانون البحري بيقول لازم توقفهم كلهم، اللي بيدفعوا واللي ما بيدفعوش، واللي رافعين اعلام اي علم كانوا رافعينه، حتى العلم الامريكي. يعني حتى البلد اللي بيعمل الحصار ما يقدرش يخلي السفن التجارية تعدي من جواه. بس هنا الموضوع فيه شوية شد وجذب. ليه؟ هم عايزين يروحوا بس على السفن اللي بتدفع رسوم لإيران. ده معناه انكم ما ينفعش تفرضوا رسوم مرور من هناك، فاحنا هنوقف اللي عايز يدفع الرسوم والباقيين لا. حسب القانون الدولي ده ما ينفعش يتعمل، وبالذات قانون الملاحة الدولي اللي هو أشد إلزام من القانون الدولي الإنساني، وهكذا، لأن ده هو اللي بيسمح لكل الناس إنهم يبحروا في العالم تقريبا بأمان. لو بدأت تقول أنا هوقف السفن الألمانية ومش هوقف السفن الفرنسية، والسفن اليابانية هخليها تعدي، والسفن الصينية هوقفها، كده انت بتخالف المعايير اللي بتحدد الحصار البحري. انت لازم ترفض الكل، لازم تبلغ الكل، ترفض الكل، وعندك الحق تفتش اللي تقرر تفتشه. تعزز عدوك بشحنة حربية أو بمواد استراتيجية. per l'Iran. الحق هو حق في التوفير، هو حق في ده بيأثر على كل منطقة الخليج الفارسي اللي بتطل عليها دول. دلوقتي مش متأكد إذا كنت فاكرهم كلهم: عمان، الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين. كل دول كلهم بدورهم محاصرين. لو انت قفلت الدخول للخليج الفارسي او لمضيق هرمز، هي نفس الحاجة. ومع الدول دي انت مش في حالة حرب، لان من الشروط التانية عشان تعمل حصار انك تكون في حرب مع واحدة من الدول اللي هتحاصرها. الحصار معناه انك بتحاصر دول وانت في حالة حرب معاهم. لو غير كده يبقى اجراء حصار تجاري، يعني انا اوقف السفن الاسبانية وبكده ابقى انا الوحيد اللي بتاجر في البحر المتوسط. ما ينفعش، لازم يكون في نزاع او خلاف ملموس اكتر علشان تفرض حصار بحري، يعني لازم تكون في حالة حرب. واظن ان الولايات المتحدة اصلا لو انا فاكر صح حلفاء مع السعودية، لو انا فاكر صح. يعني ده حصار متبادل، انا بحاصرك وانت بتحاصرني وكلنا محاصرين عمليا. على اي حال دلوقتي مفيش مشكلة، لان ترامب وهو ماشي على 100 هيقدر ياخد الالغام واحدة واحدة، زي ما انتوا عارفين هو بيعرف يعمل كده كويس جدا. دانييلي، باني وبيشي، انا كمان بدور.
طيب يا دانيالي، في أمريكا إزاي يستقبلوا موضوع أنا هوقفك وأنت توقفني، كلنا متوقفين والاقتصاد بينهار؟ لأني النهاردة كنت عند إيفان جريكو مع سيمبريني، وقال لي إن البيتزا، هو عايش في نيويورك على ما أظن، هناك بالظبط هو قال كده. أنا ساكن في شارع فيه بيتزايريا، وفي خلال شهر البيتزا بقت ب4.5 دولار، 6 دولار، $1.5، والبنزين للجالون بيتباع بأكتر من 4.5. يعني زي عندنا لما نقول البنزين أغلى من 2 يورو، بدأت الأسعار تعلى، وكل ده في شهر واحد. ليه؟ لأن هناك مش زي عندنا، الناس دي مش عندها نفس النظام اللي عندنا، أو إنهم كانوا بيراقبوا الأسعار زيادة عن اللزوم. فكل حاجة زادت، كل حاجة غليت شوية. زي ما كان بيقول باولو، الموضوع باين عليه حركة يائسة، إنهم يقعدوا هناك ويعملوا حظر ويقولوا اللي هيدفع لإيران هو اللي هيتحظر. وبالمناسبة هو كمان قال الإنجليز معانا، والإنجليز قالوا لا إحنا ملناش أي علاقة، وده مش صحيح. ايه التعليقات في امريكا على قرار ترامب ده؟ طيب، لو تابعنا كمان البودكاستات الأمريكية حتى من نص ساعة فاتت، الأسئلة اللي احنا بنسألها لنفسنا هم كمان بيسألوها. يعني ترامب قدر يطرح مش بس على رؤساء الدول والحكومات في العالم كله أسئلة. يعني الراجل ده عايز ايه؟ Cosa vuole? السؤال ده كمان الرأي العام بيسأله. يعني لو بصيت على جزء من نخب ترامب زي ما كنت بتقول، البنزين ب4.60 كده كاليفورنيا اللي هي الولاية اللي عادة عندها أعلى سعر قربت توصل ل6. انت ذكرت نيويورك، التضخم رجع زاد. وحابب أفكر متابعينك إن في نص مايو رئيس الاحتياطي الفيدرالي اللي ترامب حاول يطرده سنة كاملة، داول اللي هو نفسه عينه على فكرة، يعني شوف قد إيه الشخصية دي مش ثابتة على مبدأ. لأني باول قالوا شوف ده خطر إنك تقلل الفوائد، يعني في الأساس تقلل تكلفة الفلوس. دلوقتي أي حد هيجي مكان باول هيلاقي نفسه قدام مشكلة عكسية، وهي إن تكلفة الفلوس أصلاً بتعلى. الأسعار خرجت عن السيطرة زي ما هو حاصل في كل بلاد العالم. لما التضخم بيبدأ سهل جداً الأسعار تعلى، لكن صعب جداً ترجع تنزل تاني. هذه كمثال، شركات الطيران الأمريكية ما زودتش بس أسعار الرحلات، لكن كمان زودت على الحاجات الفردية. يعني مثلا الشنطة، يمكن زمان كانت شنطة مجانية مع التذكرة، دلوقتي لازم تدفع عليها. يعني رسوم من هنا ورسوم من هناك. الأمريكي العادي، وكلنا عارفين إن في المتوسط الشخص اللي عايش زي ما بيقولوا من مرتب لمرتب، يعني عايش من مرتب لمرتب. عارفين إنه 40% من العائلات الأمريكية عندهم في المتوسط 400 دولار في البنك لمصاريف الطوارئ؟ يعني أول ما تلمس حتى شوية تكلفة المعيشة الموضوع بيبقى خلصان على طول. تخفيضات في المساعدات للرعاية الصحية الأمريكية. الشعب بيعاني. في الاستطلاعات لو تبصي على جزء من نخبيه ده ممكن يحصل. بنك بنك بنك، بس هو قال إن كده بعد شهر الوضع هيتظبط. هيرجعوا يفتحوا هرمز. على أي حال احنا بنبيع البترول بتاعنا للأوروبيين واحنا كسبانين. يعني جزء من الرأي العام الأمريكي بيخليه يقبل الموضوع. المشكلة الحقيقية هي اللي انت قلتها في البداية ميركو. يعني أي حد قرأ الاقتراحين، خلينا نسميهم اقتراحات الإيرانيين والأمريكان، هيفتكر إنه بيتعامل مع حربين مختلفتين. لا، حربين مختلفتين من عالمين مختلفين من قرنين مختلفين. 1 2. الموضوع اللي انت طرحته دلوقتي يعني إيه اللي بيتقال؟ أنا متأثر بحقيقة إن عندي شوية صحاب بيشتغلوا أو كانوا بيشتغلوا في وزارة الخارجية أو في وكالات حكومية. هديكم مثال. في وزارة الخارجية السنة اللي فاتت طردوا حوالي 1300 دبلوماسي.
وزارة الخارجية صغيرة مقارنة بالبنتاغون، بس هي حاسمة. ده فكرني بيه زميلي القديم في الجامعة اللي كان سفير أمريكا في الناتو وسفير في بكين لحد من 3 شهور فاتوا، لحد من 4 شهور فاتوا. زي العادة ترامب طرده. ونيك بيرنز اللي هو واحد من أكتر الناس خبرة في أمريكا في الحاجات دي قال: شوف، الثنائي ده ويتكوك وكوشنر بيلفوا العالم كتير من غير مترجم ومن غير خبراء من وزارة الخارجية. وفعلا ادى مثال وقال لهم: احنا كان عندنا زملاء في وزارة الخارجية بيتكلموا فارسي. دلوقتي لو انت رايح تتفاوض مع الإيرانيين مش محتاج عبقري عشان تفهم انه ضروري يكون معاك حد لغته الأم هي اللغة دي، وكمان عنده معرفة بعلم النفس أو نفسية الخصم اللي قدامك. فصلوا تقريبا كلهم. الموضوع التاني اللي تابع الأسبوع اللي فات في بارابيلو، احنا تكلمنا لو فاكر يا ميركو لأول مرة، وأعتقد فعلا إنه كان أول بودكاست إيطالي. اللي طرح المشكلة هو البنتاغون. البنتاغون بقى نقطة مقاومة قوية ضد فوضى ترامب وأهله. البنتاغون مش بس فيه ناس كتير غاضبة، لأنه في ناس اتشالت من شغلها مؤخراً وناس كانت شاطرة جداً، لكن كمان فيه ناس لسه ما اتشالتش. كان ليه دور حتى لما كانوا بيهاجموا الصيادين الكاريبيين في المياه الدورية. زي ما كان بيقول الجنرال كابيتاني: انت بتمر من فوق في السماء، وأي حد يمر من هناك بتقتله، وبعد كده هقولك مين هو وليه وكده. البنتاغون هو نقطة مقاومة. الحاجة التانية اللي هي جديدة النهاردة واللي كل وسائل الإعلام الأمريكية بتتكلم عنها هي إهانات ترامب للبابا. خلي بالك، اللي بيحصل النهاردة ده بيقسم العالم الكاثوليكي. وخلي بالك، مش بس الكاثوليك، كمان الإنجيليين وكمان المسيحيين اللي مش كاثوليك، حتى في اليمين، وحتى في جزء من العالم اللي دعم انتخاب ترامب بشكل كبير. اتقال له إنك بلغت، وبفكركم تاني إن من 1.5 شهر كنت في واشنطن. في نفس اليوم ده هو نشر فيديوهات كان فيها الرئيس الأمريكي السابق وزوجته أوباما وميشيل مرسومين كأنهم قرود. بعد شوية اضطر يشيل الفيديو الغريب ده. النهاردة حصل نفس الحاجة، مش بس نشروا لكن كمان شالوا بعدين. بس من نص ساعة عمل تصريح جديد برضو ضد البابا، وقال نفس الكلام اللي بيقولوا له خصومه السياسيين. هو مش فاهم كويس إن البابا هو البابا، يعني في الآخر هو سلطة أخلاقية. ده خسران، واحد ما فهمش أي حاجة، ترامب. يعني يمكن إليت. طيب ده من الليلة دي في رأيي أكتر حاجة لفتت انتباه الرأي العام الأمريكي. يعني في جزء من الناخبين بتوع يمين الوسط، عشان نبسط الموضوع، ماجا وهكذا، ولأول مرة خدوا بالهم أن مش البابا هو اللي بينتقد سياسة ترامب، لكن ترامب هو اللي بيهين شخصية البابا باعتباره القائد الأخلاقي. عايز ألفت نظركم إن البابا النهاردة في الجزائر في بلد مسلم وبيتكلم عن السلام، وده مع كل الكلام اللي ترامب بيقوله عن المسلمين. آخر حاجة ممكن تجمعهم هي علاقتهم بالحوار مع الحضارات المختلفة. وكمان اللي حصل من ترامب من يومين لما هاجم الله، لما تكلم عن تدمير الحضارة، البابا اتضايق جدا من الكلام ده، يعني ما كانش راضي خالص. تخيلوا إن النهاردة جت رسائل من طهران بتعبر عن التضامن مع البابا، وبيقولوا ما ينفعش تمسوا يسوع، وبيقولوا لترامب فاهمين إن دي وضعية. وأنا من رأيي، وأتمنى أكون غلطان، بس من رأيي إن ترامب فعلا واخد الموضوع بجد. في اللحظة دي هو مش عارف يروح فين ولا يعمل إيه، وهو بيتهور. لو ممكن أستخدم كلمة كلنا نفهمها، هو فعلا بيفقد أعصابه في رأيي.
وانا كمان اعتقد ان التطهير اللي بيحصل جوه القوات المسلحه الامريكيه اللي كنا شايفينه من فتره، صح، من وقت هجمات القوارب الصغيره بتاعت تجار المخدرات اللي هناك، انا اتكلمت عن الموضوع ده. هو رجع يتكلم عنهم النهارده وقال لو احنا ما دمرناش السفن الايرانيه الصغيره، طب لو السفن دي قربت من الحصار، فاكرين اللي عملناه في فنزويلا؟ هنقضي على ده كمان. غير ان اغلب البحريه الايرانيه موجوده في قاع البحر. زي ما هو كاتب كمان، انا بصراحه شايف الهجوم على البابا ده غبي، لأنه عنده جمهور كبير من الإنجيليين والرسوليين والكاثوليك وأي طائفة تحب تسميها، لأن هناك بيوصلوا لمستوى إن في متحف لنظرية الخلق أو حاجات زي كده في أمريكا. وده اللي يضحك، عندهم متحف لنظرية الخلق وفي نفس الوقت من أكبر منتجي العلم في العالم. الاتنين دول مع بعض حاجة غريبة فعلا. والتاني هو التطهير، يعني لعدد كبير جدا من اعضاء القوات المسلحه، وده كان بدأ فعلا في الفتره دي. ده متحف علمي للمخابرات من وجهة نظر الخبراء عن اللي بيشتغلوا فيه في الفترة الأخيرة. الإكس كان أكبر بكتير من أسبوع، لأنه كان كده لحد أسبوع فات. ده معناه إن هما في إيطاليا قالوا له بص، اللي أنت عايز تحققه اللي عمل اللي هو أكتر من كده. زي ما شفنا، يا تدمير البرنامج النووي مش هتقدر تحققه بس بالقوة الجوية أو بالأماني. غالبا حتى لو ويكست مش عاجبه اللي قاله له رئيس الأركان، وبتحط حد يقولك اللي نفسك تسمعه، بس الوسائل هي بتفضل زي ما هي. مش معنى انك تتغير رئيس الدولة ان المغسلين فجأة هيطيروا. فالمحترفين عارفين كويس جدا ان الحملة دي كلها ما بدأتش في افضل ظروف، ودلوقتي فعلا مش عارفين يخرجوا منها ازاي. وده لازم يتقال، واحنا قلناه في كذا لايف من الاول، ان الايرانيين بينفذوا استراتيجية حكيمة جدا. بطلوا من فترة يحاولوا يعارضوا الافعال الامريكية والاسرائيلية، وكملوا حملتهم اللي بسيطة جدا. في الآخر بيحولوا حرب إقليمية لحرب عالمية في اللحظة اللي تبقى فيها عالمية. وكل اللوم، طبعا العبء السياسي والاقتصادي من العمل ده بيقع على الأمريكان أكتر من الإسرائيليين، اللي كمان بيعملوا حملتهم الجانبية في لبنان. عاجلا أو آجلا مش هتقدر تتحمل العبء، مش بقول العسكري لكن الاقتصادي بالذات، وضغط العالم اللي عايزك تخرج من هناك. عشان كده في رأيي حصار ترامب هو آخر خطوة يائسة من واحد مش عارف يعمل ايه بس عايز يسيطر على وضع هو نفسه اللي خلقه. وبعدين ده طبيعي عند الأمريكان، صح يا باولو؟ الأول كنت أنا المشكلة، بعدين أقدم لك الحل. المشكلة إنه هنا وهنا، مشكلة فوق مشكلة، حظر من ناحية وحظر من الناحية التانية، ومفيش حل. فعلا في كمان حركة السفن الصينية. يعني الموضوع بيكبر اكتر واكتر عشان ناس كتير عايزه تكون وبتتهتم اعتقد باللي بيحصل. في ناس بتقول يعني غير انه البترول يتسعر باليورو او باليوان، ودي بعض البدائل، في ناس فعلا بدأوا يدفعوا للايرانيين بعمله غير البترودولار. وفي السياق ده الايرانيين كمان كانوا اقترحوا كده، بعدين الموضوع مات ومحدش يتكلم فيه تاني. للأوروبيين قالوا نعمل اتفاق تدفعوا فيه وتعدوا بكل سهولة. أنا أعتقد إن دول الخليج الغنية مش عاجبهم الكلام ده خالص، لأن لو كل حاجة بيصدرها مش لازم تعدي من تحت إيد إيران، في خطر إن إيران تعمل زي مصر كده، هيبدأوا ياخدوا رسوم عبور وهيقووا نفسهم جامد جدا، وده هم مش عايزينه خالص. بس الحصار ده في رأيك يا باولو ممكن يستمر؟ يقدروا يعملوه قد ايه؟ شهرين مثلا، ولا هيغيروا رأيهم بعد اسبوع؟ بس من الناحية التقنية يعني محتاج قد ايه؟ من الناحية العسكرية انك تقفل جزء ضيق من البحر ممكن تفضل عامله قد ما تحب. اللي يقدر يتحمل ده قدام الرأي العام كله وضغط كوكب كامل، وده موضوع تاني خالص. عشان ارجع شوية لكلام البابا، انا بدأت اشجع اوربانو وتافو وبايوس الخامس اللي كانوا شوية
لو كان أوربانو تافو قالها حاجة زي دي كانت هتكون متغطية من زمان وبكل هدوء. عشان كده في تاريخ الكنيسة في بابوات جامدين جدا، أقوى بكتير من البابا الحالي. رئيس الولايات المتحدة اللي بيتحرك من غير أي رؤية، من غير أي خطة واضحة. ممكن أكون غلطان في المنصب، بس النهاردة في بكين في زيارة رسمية لرئيس الوزراء الإسباني سانشيز، وامبارح أو النهاردة كان في كمان، وهنا ممكن أكون غلطان، الأمير بتاع مش فاكر بالظبط، بس فعلا واحد مهم من الخليج، من البلاد اللي فيه حرب دلوقتي. امتى بدأ يجي الحج ده؟ وكمان مستنيين زيارة رئيسة أو رئيس كومينتانج بتاع تايوان. يعني عشان نقول امتى بدأ يبقى عنده النوع ده من العلاقات. في خلال اسبوع او 10 ايام الكل في بكين، وده بيديك فكرة عن ازاي هو بدأ يبص للعالم عشان يقدر يكمل. لان لازم كمان يعني قدام فعل معين الواحد ممكن يكون عنده طريقة للرد، لكن قدام تصرفات متهورة مش هتلحق حتى تجهز رد فعل او استراتيجية للرد. دلوقتي ترامب بيفرض حظ. Qualcuno تقدر تتخيل هيفضل كده لحد امتى؟ ايه هي الاهداف وايه هي قواعد الاشتباك من وجهة نظركم؟ واحد لازم يرد الفعل، يقدر يدي امر للسفينة. احنا بنتكلم عن سفينة غاز، لو لمستها حتى لمسة بسيطة هتعمل انفجار، ممكن تشوفه من القمر، فعلا هتشوفه. مالك السفينة دي يقول ايه للقائد بتاعه قدام صاحب القرار النهائي اللي تايه زي رئيس الولايات المتحدة، واللي حواليه لما مش تايهين بيقولوا كلام فارغ بشكل رهيب؟ ده ما بيعملش غير انه بيزود الفوضى وبيزود اللخبطة، وبيخلي كل وفعلا كتير يلجأوا للوحيد اللي لحد دلوقتي ما عملش دوشة، واللي في الآخر هي الصين. دلوقتي سواء كان من المصلحة انك تلجأ للصين او بتعمل كده عشان طيبة قلب، لا بس قدام واحد مجنون المجرم بيكون احسن شوية، لانه على الاقل عنده خط عقلاني. لو لازم تختار بين واحد مجنون على الاخر وواحد مجرد انتهازي، اختار الانتهازي، لانه ممكن تلاقي نقطة تلاقي في المصالح المشتركة. وده اللي كتير من الدول في العالم بدأوا يعملوه. اللجوء لقوة بتعتبر النهاردة عامل تهدئة، ولما تبقى انت متشاف كده صعب جدا تتزحزح من المكانة دي، إلا لو بكين عملت أخطاء كبيرة كتير. هيكون الموضوع صعب شوية، لأن بكين أصلا بتتصرف بحذر شديد وعندها استراتيجية دايما حريصة، وبتتجنب المواجهة المسلحة أو حتى المواجهة المباشرة. عشان كده إن بكين تعمل حاجة غلط قوي لدرجة إن كل حاجة ترجع لحضن الولايات المتحدة، ده بقى صعب جدا يحصل. وده واحد من أكبر الأضرار اللي دونالد ترامب بيعملها لبلده وللدول اللي حواليه زي إحنا مثلا. يمكن مش كتير واحنا بناخد الموضوع بهزار وبنشوفه حاجة غريبة، بس المكانة اللي بتخسرها الولايات المتحدة على الساحة الدولية مش هتعرف ترجعها حتى لو جه رئيس جديد. مش هينفع تقولوا لا اسفين احنا غلطنا جبنا واحد غريب ودلوقتي رجعنا طبيعيين، لان في الوقت ده الاماكن دي بقت مشغولة من ناس تانية في وقتك، ولازم تتعب جامد عشان تزحهم، وكمان لازم تدفع كتير عشان تزحهم. طيب وانا بتكلم عن اينشتاين، انا مش عارف بالظبط ترامب هيعمل ايه، بس انا متاكد ان الرئيس الجاي زي ما قلت في لايفات تانية هيقضي ال4 سنين بتوعه في الحكم وهو بيعتذر لنص الكوكب. اهلا يا ادوارد، جيت في الوقت المناسب بالظبط، زي ما بيقولوا تصبح على خير. بالنسبة للي قاله وزير الدفاع الصيني، اللي قالها بصراحة للبحرية الأمريكية سفننا بتستخدم مضيق هرمز وعندنا اتفاقيات تجارية وطاقة مع إيران، ما تتدخلوش. وانت داخل بقوة وبسرعة، صح؟ ايوه فعلا كده، انا حتى ما كنتش لسه قريت الاغنيه.
وانت بعتلي ده قبل البث على طول، فلا شكرا. بالظبط، انا كمان كنت بفكر في الاحتمال ده، ان الصين فعلا عارفة قد ايه المرور التجاري اللي بيعدي من هرمز مهم بالنسبة لها. اتخيل انكم لسه ما تكلمتوش عن ده. باختصار، واضح ان خطوة ترامب دي فعلا فيها تعسف واضح، وبتفتح احتمال لمواجهة على الاقل دبلوماسية، ودي حاجة مهمة جدا زي ما لسه شايفين. المشكله بقى بالنسبه للصين، وده بالظبط هو محور البوست اللي قدامكم واللي لسه بعته لميركو من شويه، هي ان في الوقت الحالي في المنطقه، يعني في بحر العرب، لو الصين حبت تستخدم قوات جويه وبحريه هيكون عندها فعلا قوه محدوده جدا، لان الصين عندها قاعده وهي اللي في جيبوتي، يعني قاعده تقدر فعلا تعتمد عليها لبعض الوحدات البحريه. عاده بيكون في شويه وحدات بحريه متمركزه هناك، لكن حاليا القوه دي برضو محدوده جدا زي ما انتم شايفين. واحده منهم هي اللي قدامكم دلوقتي، دي فرقاطة، الفرقاطة ده كينج، اما التانية اللي على الشمال فهي مدمرة. يعني في الاساس في بس وحدتين سطحيتين حديثين نسبيا. بس حتى لو عايزين نفترض انه ممكن يحصل صدام، اللي انا اصلا مش شايف انه ممكن يحصل، بس لو تخيلنا السيناريو ده هيكونوا اقل بكتير من مجموعات المهام الامريكيه اللي موجوده في المنطقه. طيب ايه اللي ممكن تعمله الصين في الحاله دي؟ بس في رايي دايما في احتمال انهم يرافقوا سفن تجاريه. ده برضو ممكن يخسر، يعني في البداية يستخدموا السفينتين اللي عندهم في المنطقة علشان يوروا وجودهم، يعني يرافقوا السفن التجارية من غير ما يدوروا على مواجهة طبعا. وطبعا يبلغوا القيادات الامريكيه، بس برضو ده بيفتح سيناريوهات مرعبه، لان ده هيكون معناه كسر الحصار اللي الامريكان عاملينه زي ما انتم شايفين. بص، الموضوع مش واضح كمان، لان في بعض الحالات هنشوف بعدين سياسي. السفن بتحاول تدخل وتخرج، بعدين بيقول اللي بيدفعوا بيحاولوا يشوفوا ايه اللي ورا كده. مش أنا النهاردة يبدو ده اول تويته فعلا من ترامب اللي كانت امبارح، وكانت اول تويته اعلن فيها عن الحصار ده، وكانت فعلا غامضه جدا وباين انها معممه وهكذا وهكذا. بينما النهاردة شفت إن ساتكوم، يعني القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن المنطقة، عملت برضو تويته، لان على ما يبدو بيستخدموا اكس في الاتصالات دي، عملوا مقال مباشر على اكس، ودي حاجه نادره ما بشوفها، اللي فيها وضحوا انهم هدف للحصار البحري ده. السفن اللي تستخدم المواني الإيرانية، واللي يعني يا جاية من مواني إيرانية يا إما وجهتها المعلنة هي المواني على السواحل الإيرانية. اما السفن بتاعت الدول اللي مش بتشارك في التجاره مع ايران لكن برضه موجوده في الخليج، ممكن نظريا تعدي. وبرضه هنا ممكن نتخيل ان في مناطق رماديه كتير بتتخلق مع شويه سفن بتقول انها رايحه مكان معين وبعدين ممكن تروح مكان تاني، ودي كمان فرضيه تانية جت في بالي. وكمان النهارده شفت انه لو انا مش غلطان، مصادر عسكريه امريكيه صرحت انه هيكون في فتره اوليه اللي فيها الحصار مش هيطبق بشكل كامل، ولا حتى على السفن اللي رايحه لايران، عشان يدوا فرصه للسفن اللي محمله بالفعل واللي موجوده في مناطق الدول المحايده انها تمشي. فبرضه قريت ده النهارده، نوع من التراجع الجزئي لو حبينا نشوفها بالشكل ده، في حين ان اول تغريده لترامب فعلا كانت بمثابه عمل حربي ضد ايران. طبعا دي شويه صعبه. فاهم ان في الخروج الموضوع عادي، وواضح انك جاي من الخليج الفارسي، لكن في الدخول مين بيمنعني اني اقول اني رايح مثلا بالظبط في العراق وبعدين في اخر لحظه اروح ايران؟ بس فعلا ده هنشوفه. دايما في احتمال ان في الايام دي المفاوضات او الترتيبات او الحاجات تتغير تاني، يعني كل شيء وارد. بس لو ده ما حصلش وبدأوا فعلا في الحصار الحقيقي، يعني هيعدي اول كام يوم اللي قالوا فيهم هيدوا شوية وقت للناس عشان يمشوا، ويبقى في اول سفن يمكن بعلم صيني بتحاول تعدي. ده شيء في غاية الخطورة، خطورة غير مسبوقة. وكمان أكتر زي ما ميركو قال دلوقتي، لو في سفن يمكن حتى إيرانية أو من دول مش أعداء وبيقولوا إن هم رايحين العراق وبيقولوا إن هم رايحين بشكل شرعي تقريبا، يعني من وجهة نظرهم، يعملوا إيه؟ بيقولوا إن هم رايحين لميناء وبعدين في الآخر يغيروا رأيهم يروحوا لميناء تاني، أو حتى يغيروا التصريح بتاعهم. على فكرة ده حصل كتير جدا، أنا فاكر مع عمليات الحوثيين ضد حركة السفن التجارية في البحر الأحمر.
انا فاكر ان في المواقع اللي بتتابع السفن التجارية اللي بتعرض موقعها وكمان الميناء اللي جاية منه ورايحة له، واللي بيكون معلن. كتير كانوا بيعملوا الحركات دي، يقولوا ان السفينة رايحة لميناء معين وفي الاخر تروح لميناء تاني خالص. او حتى فاكر ان في سفن تجارية يمكن كانت ميونها غربية، او يعني اسمح لي اقوله غربية، كانوا يكتبوا لا احنا طاقم صيني، سفينة صينية رايحين لميناء صيني، وكان الكلام ده مكتوب كده زي ما هو يعني في جهاز الترانسبوندر اللي بيتم رصده بعد كده من المواقع اللي بنستخدمها عشان نتابعهم. وفي الحقيقة طبعا ما كانوش سفن صينية، فبالتالي تتكون كل المناطق دي اللي فيها غموض، مناطق رمادية، واللي طبعا ممكن تؤدي مش بقول لمواجهة مسلحة، لكن على الأقل مواقف فعلا أزمات اللي فيها الولايات المتحدة بتحاول يمكن تصعد على متن بعض السفن دي. بيحاولوا يفتشوا الحمولة رايحة فين، بيحاولوا فعلا باستخدام مثلا هليكوبترات أو قوات موجودة في المكان يتأكدوا بنفسهم فعليا إن اللي السفينة بتصرح بيه يطابق المحتوى وإنها فعلا رايحة للمكان اللي بتقوله. بس لو لقيت حتى واحدة من الوحدتين الصينيتين الصغيرين اللي شفناهم، هتعمل إيه؟ هتقرب ولا مش هتقرب؟ في رأيي إحنا بقينا في جنون جوه الجنون، بس لازم نقرأ، يعني لازم نعتبر كل الخيارات دلوقتي. فعليا كنا بنتكلم من كام يوم عن مدمرتين أمريكيتين اتبعتوا هناك عشان يكتشفوا الألغام، وكنت بتكلم على الموضوع ده كمان مع خوليو بوجياجولي. أيوة، أنت بتعمل إيه؟ هم ما عندهمش القدرة إن هم يشيلوها أو كده، يمكن بس يقدروا يكتشفوها. بص، احب اوضح اني في الموضوع ده بالذات مش خبير قوي، يعني ما كانش عندي فرصة ابحث فيه بالتفصيل، بس برضو انا شايف ان فعالية المدمرتين دول مش اكيدة خالص، لانهم وحدات عامة وفعالة جدا في ادوار تانية، لكن في عمليات ازالة الالغام بصراحة مش شايفهم مناسبين قوي. وكمان في الموضوع ده اللي هو اصلا موضوع جديد شوية، لانها هتكون اول مرة وحدات عسكرية بحرية امريكية تعدي من مضيق هرمز من ساعة ما بدأ كل اللي بيحصل ده، سامحوني على التعبير. وبصراحة أنا كمان كنت باعت لك مصدر عن الموضوع ده لو أنا مش غلطان، لأن حتى مش واضح قوي إن السفينتين دول المدمرتين دول فعلا عدوا هما الاتنين من المضيق زي ما اتقال، لأنه من اللي شفته فعلا في محلل كان بيتابع مواقع تتبع السفن اللي فيها ترانسبوندر، يعني في دايما نسبة خطأ، بس يعني مش مؤكد ومش ممكن التأكد منه على الأقل لحد صباح النهاردة أو أول اليوم لما شفت إن هم فعلا عدوا هم الاتنين من مضيق هرمز. ممكن واحدة منهم كانت أصلا جوه يعني بعد هرمز وقربت وبعدين رجعت تاني، فمش مؤكد يعني. وطبعا الإيرانيين قالوا إن هم ما عدوش، فالتصريحات بتاعت الطرفين بتتعارض مع بعض. دلوقتي انا مش قادر اكد وجهة النظر الامريكية بالظبط، ده الدليل اللي مش كافي خلينا نقول ان هم فعلا عدوا، لان في اللحظة دي في مدمرتين مختلفتين ممكن يكونوا فعلا جم من الناحيتين العكس بعض وبعدين رجعوا تاني، يعني مش بالضرورة يكونوا عدوا حسب المصادر المفتوحة اللي عندنا. طبعا لو ظهرت مصادر تانية ممكن نأكد او ننفي الموضوع، وكمان الجوانب بيمروا من الناحية اللي أبعد طبعا. أيوة، اللي قريب من عمان. دانيالي كتير كانوا بيسألوا في الشات لو في ديمقراطيين في أمريكا جاهزين يستغلوا الفوضى دي. في حركة، على الأقل في سؤالين اتسألوا، إن كتير من أعضاء مجلس الشيوخ عايزين يعملوا محاولة عزل جديدة ضد ترامب. دي فعلا خبر حقيقي. قد إيه ده ممكن يحصل؟ أو الأمريكان زي ما قلنا كتير في القناة دي فهموا إن ترامب ممكن فعلا يعمل حركة ويمشي، وبعدين هيكون في مناقشات جوه إذا كان عنده الصلاحيات ولا لا. المشكلة إنه لو عمل كده من الناحية التقنية، بعدين هيفضلوا يناقشوا بعد 6 شهور إذا كان ليه حق يعمل كده ولا لا. وعشان كده فهمنا إنه لما يكون عندك رئيس خارج عن المألوف كده، مش تقليدي بالشكل ده، الأدوات المشهورة لموازنة السلطة في أمريكا بتكون ضعيفة جدا. بالظبط، انك عمرك ما كان عندك رئيس لازم تتصارع معاه بالطريقه دي. يعني اوباما مقارنه بيه كان بالكاد يديك دفعه بسيطه جميله. النقطة دي مهمة جدا. كنت شايف سؤال المتابع بتاعك عن الديمقراطيين
زي ما بنرصد بقالنا 1.5 سنة على المستوى الوطني في الكونغرس لسه تحت الضغط. يعني عندهم مجموعة قيادة قديمة اللي هي أساساً من جيل بايدن وبيلوسي اللي مش قادرة تكمل، يعني اللي تحت ضغط. في ناس بتطلع في مستوى المحافظين، خصوصاً الشخصيات النسائية. من وجهة نظري الاتنين ستات اللي تم انتخابهم في رود آيلاند وفرجينيا فعلاً مثيرات للاهتمام، غير حاكم كاليفورنيا اللي برضو من وجهة نظري وكمان من وجهة نظر صحابي الأمريكان موقفه متطرف زيادة عن اللزوم. اسمح لي أقول هو أكثر ميلاً لليسار من الناخب الأمريكي العادي، عشان كده في الكونغرس هم تحت ضغط كبير. النقطة الثانية، السؤال اللي كنت بتسأله قبل كده عن التضخم وكده الكل بيسأله دلوقتي. السنة اللي فاتت أصلاً كنا كلنا مقتنعين بداية من أكبر الاقتصاديين في العالم إن مع إدخال الرسوم الجمركية ضد الكل وضد كل شيء كان حيبقى فيه تأثير قوي جداً على الوضع الاقتصادي الأمريكي. كان فيه تأثير بس مش بالقوة دي. كل ما تقرب من انتخابات منتصف المدة كل ما يبقى واضح أكثر أن زيادة تكلفة المعيشة بتأثر على كل ناخب بشكل فردي. لو بصيت هتلاقي كتير من لقاءات النواب والشيوخ الجمهوريين على مستوى الناس في المجتمعات والقرى بتنتهي بخلافات قوية جدا. يعني الناخب الجمهوري العادي مش راضي، بس خد بالك إنهم مش راضيين. مثلا في الإعلام الإيطالي بيأكدوا إنه ترامب ترتيبه واطي جدا في استطلاعات الرأي. صحيح إنه ترتيبه واطي في بعض المواضيع مش في كل حاجة، وبرضه صحيح إنه ده مش معناه أولا لو ما فيش انتخابات ممكن تكون نسبتك حتى 0.1 في الاستطلاعات وبرضه تفضل تحكم. ثانياً ده مش معناه إن عشان ترتيبك واطي لو اتعملت انتخابات بكرة الصبح الديمقراطيين حيفوزوا. نيجي لموضوع العزل، وده نقطة اللي بقالها شهور. بصراحة أقدر أقول إن موقع بارابيلوم من المواقع القليلة في إيطاليا اللي تناولت الموضوع ده بجدية. العزل لو اتعمل تصويت النهاردة، خلينا نقول كده، لو اتعمل تصويت النهاردة الديمقراطيين هيفوزوا في مجلس النواب. يعني ترامب قال كده من شهرين وإحنا اتكلمنا عن الموضوع هنا فعلا. من شهرين في اجتماع مع النواب الجمهوريين قال هنا لو اتعمل تصويت أنا هتلبس عشان هنخسر، أنا هتعرض للعزل للمرة الثالثة. النقاش هو إنه لو الموضوع استمر زي ما كان بيوصف الجنرال كاتيني من ناحية عسكرية كمان، لكن كنتيجة سياسية لقرارات مش واضحة قوي، خلينا نقول كده، على المستوى العسكري ممكن يخسر حتى مجلس الشيوخ. ساعتها الموضوع حيبقى تقيل جدا، لأنه فعليا حيكونوا قادرين يوجهوا الاتهام لنص الحكومة. الديمقراطيين واضح إنهم مستنيين اليوم اللي هيروحوا فيه يصوتوا، وزي كل بلاد العالم شفنا ده كمان امبارح في المجرة. لو فكرتوا الناس بتصوت على الوضع الاقتصادي مش على السياسة الخارجية. مش إيران اللي بتخلي فلاح من أوكلاهوما يصوت، بس ده نتيجة حصار أنت اللي عملته. يعني أنت اللي خلقت المشكلة ودلوقتي واقف بتثبت إنك بتحلها. 1 2 كان في نقاش حصل فعلا النهاردة الصبح في البودكاستات الأمريكية عن الموضوع ده. في كلام إن ترامب في الآخر هيحاول يعمل اتفاق وساطة مع الإيرانيين. كتير من مقدمي البودكاستات الأمريكية كانوا بيقولوا طب استنى، الاتفاق اللي فيه تنازل ده أوباما كان عمله من 15 سنة. أنا كنت حاضر لما بعد اتفاقيات أوباما مع إيران اللي كانت اتفاقيات محدودة وفيها حاجات كتير، بس كانت اتفاقيات. أنا كنت حاضر لما أوباما جه المؤتمر العالمي السنوي بتاع الإيباك في واشنطن. الإيباك زي ما انتوا عارفين هي أهم لوبي يهودي أمريكي ومهم بشكل جنوني. في اللحظة دي جه أوباما وبعدها على طول جه نتنياهو يتكلم.
كان صدام بين العمالقة، بمعنى إن أوباما كان بيدافع طبعاً عن اتفاق التسوية بتاعه مع الإيرانيين. نتنياهو حتى وقتها قال لا، مش هينفع الكلام ده وكده. يعني الحقيقة أن في النقاش اللي حصل دلوقتي في أمريكا في ناس بتقول هو مش ممكن ترامب بعد كل المشاكل اللي عملها يضطر يرجع لاتفاقيات أوباما. هو ترامب أول ما بقى رئيس لغى الاتفاقيات دي. لغى الاتفاقيات دي. كان ليها ميزة بطريقة ما، إنها بتحافظ على نوع من السيطرة. وفي نقطة واحدة بس أنا عايز أركز عليها، اللي شايف إن محدش وضحها لحد دلوقتي. لو تفتكروا نرجع ورا 15 سنة لما بدأت كل الهجمات، حتى قبل كده مع العراق وبعدها مع ليبيا، الأمريكان قالوا إيه للقذافي؟ أنت تتنازل عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ونكمل ونكمل. أول ما الرجل ده وافق على التسوية دمروه. فكانت الرسالة اللي تبعتت للصينيين خصوصاً، أنا فاكر كان في مناقشة حتى في الجامعات في واشنطن عن الموضوع ده، والأصدقاء الباحثين الصينيين كانوا بيقولوا طب إزاي أمريكا تعمل تسوية حتى مع ديكتاتور زي القذافي، وتاني يوم بعد ما يوافق على التسوية يخلصوا عليه كده؟ محدش هيثق فيهم تاني. دي كانت عرض. هم كانوا متوقعين انه يرفض العرض ده لكنه وافق عليه. بالظبط. بس استنى، الغلطة الكبيرة التانية، لأننا دايما بنتكلم عن ترامب بشكل نقدي، بس حتى أوباما عمل حاجات غريبة جدا. نبدأ من الدعم اللي قدمه لساركوزي عشان يدمر رغم اعتراض الإيطاليين سواء يمين أو يسار. ليبيا دمروها وكنا قايلين لهم خليكم حذرين. لما أوباما قال للأسد دي الخط الأحمر، إياك تجرؤ تقتل شعبك وإلا هتدفع الثمن. بعدين الأسد عمل كده برضه وأوباما ما عملش حاجة. طيب ليه أنا بقول لكم الكلام ده؟ لأنه تصرفات ترامب مش استثنائية قوي وسط التصرفات اللي بتطلع من القيادات الأمريكية. فيها أوقات الأمريكان بيعملوا مصايب كبيرة جدا. وحابب أقول حاجة أخيرة، لأني عجبتني النكتة اللي قالها الجنرال كابيتاني عن زيارة رئيسة المعارضة في تايوان لبكين. لو قريتوا الفاينانشال تايمز بتاعت النهاردة الصبح، يعني يوم الاثنين، هتلاقوا حاجة مثيرة جدا، إن الصينيين في الحقيقة بعثوا رسائل إيجابية لتايوان وما هددوهمش خالص. قالوا لهم يلا نزود التعاون ونتقابل أكتر، وبعتولنا منتجاتكم حتى المنتجات الثقافية. يعني الصينيين، وده بيأكد كلام الجنرال كابيتاني، في رأيي فهموا إن فيه فرصة اتفتحت في عالم محدش بقى فاهم فيه الراجل ده ترامب عايز إيه. في احتياج لمواقف تكون مفهومة بشكل ما على الأقل. آخر حاجة، الصفعة اللي خدها امبارح بالليل في بودابست. يعني ترامب من كام يوم بعت نائبه وكنا كلنا عارفين إن أوربان هيخسر. النقاش كان حوالين إذا كان هيخسر بفارق بسيط، وساعتها الوضع الدستوري في المجر كان هيبقى معقد ولا كنت هتقدر ترجع المجر لدولة قانون. بس إنهم هيخسروا الانتخابات ده كان معروف. إنك تدخل نائب رئيس الولايات المتحدة بتاعك في حملة انتخابية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وانت عارف إنهم هيخسروا الانتخابات، ده مش علامة تطمن، لأن في حد هيقول لك مع كل الاحترام إنك مش بالضبط عبقري. No, fra l'altro la زيارة فنز خلت نسبة الاستطلاع تنزل أكتر كمان. بالضبط، دي هي التحليل اللي عملت صح إنك وريته. خد بالك ده مؤشر، يعني الجنرال كابيتينو عمل صح إنه ركز على النقطة دي. فيه جزء مثير للاهتمام جدا هنا جوا. يمكن يكونوا بدأوا يفهموا إن في الآخر القوة الناعمة هي أحسن حاجة. ممكن كمان يعملوا حاجة فيدرالية، صح؟
تايوان بتحتفظ باستقلالها، لكن اسميا بتبقى جزء من الصين الكبرى، وبكده الكل يطلع كسبان من غير ما يحصل صراعات. الانتخابات اللي شافت الحرب في أوكرانيا واللي بيحصل مع ترامب وكده، علشان جزيرة صغيرة كده، عارف إنها هوس تاريخي وقديم وكل ده، بس فعلا مش مستاهلة خالص. وبعدين طبيعي ان الصينيين دايما بيعملوا حاجات شكلية بس، وبرضه بيكملوا عادي في انتهاك المجال الجوي وزيادة التدريبات العسكرية. في تعاون شغال مع روس بخصوص التدريبات البحرية، وكمان عمليات بدء الإنزال بالتنسيق مع المظليين الروس. يعني برضه بيكملوا في برنامجهم العسكري من تحت لتحت وماشيين فيه عادي، سواء فتحوا التلفزيون التايواني او لا. بس ممكن كمان يكون الموضوع انهم بيجربوا الطريقتين، العصاية والجزرة، ونشوف انهي واحدة فيهم هتقربنا اكتر. ليه نسيب طريق ونمشي في التاني بس؟ نجرب كل الطرق عشان نوصل لأهدافنا. كنت عايز اسأل كمان عن الموضوع ده باولو، ايه رأيك في اللي حصل في المجر؟ فعلا على الاقل على الانترنت كان واضح، من شهرين على الاقل كنا عارفين ان كان ماجير هيكسب بفارق كبير عن أوربان. فممكن دانييلي كان يقصد بنوع من السخرية إن ترامب بعت فانس عشان يخلص عليه أو يوقعه، يعني يروح هناك يعمل منظر كويس وبعدين يرجع البيت بهزيمة كاملة، أو بسبب عدم كفاءته التامة وجهله وعدم معرفته بالوضع الحقيقي للشعب في المجر. اليومين اللي فاتوا كان شكل الناس كأنهم كسبوا كأس العالم، 80% من الناس صوتوا، وده ما حصلش من سنة 89. بس انا عايز اوضح اني مش خبير، ومش بس مش خبير، كمان مش بتعمق قوي في الموضوع، لكن بتابع الحاجات اللي كلنا بنسمعها. بعد 16 سنة اي حد يعمل اي حاجة. ناخد المستشار الالماني كول اللي قعد 12 او 14 سنة، وميركل اللي قعدت 10 سنين بعد عدد معين من السنين. حتى لو بينوتش هو اللي رشح نفسه هيفوز في الانتخابات. ليه؟ بيقولوا خلاص نجرب بعد 16 سنة من جبيته، نجرب بينوتش ومجة واحدة. ده طبيعي. أول حاجة. تاني حاجة، مش المعارضة هي اللي كسبت. بصوا، المجر عندها وضع غريب جدا، لأنها فيها اليمين واليمين المتطرف واليمين المتطرف جدا. في برلمان كامل كده، مفيش حد من الوسط ولا من اليسار ولا من اليسار المتطرف. في كل برلمانات العالم التانية بنقول في تجمع تقدمي وفي تجمع محافظ، أو لو قسمناه على أساس أيديولوجي في تجمع يساري وتجمع يميني. المجر لا، المجر عندها بس 50 درجة من السواد يعني، وخلاص على كده. فالتصفيق الكبير ده على تغيير ده أو التاني، بص هما بس نقلوا من الأسود السيبيا للأسود المعدني، بس هو نفس اللون. دلوقتي لازم نشوف الأفعال اللي هتترتب على ده. احنا شايفين أكيد إن من اللحظة دي علم أوروبا هيرفرف على برلمان بودابست حر زي عمره ما كان قبل كده. بس لسه لازم نشوف، لأن الناخبين كلهم 80% من الناخبين المجريين قالوا احنا لسه عايزين المجر ما تبقاش الأمة التقدمية الكبيرة قوي دي، مفتوحة على ده ومفتوحة على التاني، مفتوحة فوق وتحت. احنا عايزين حد أهدى شوية من أوربان، بس يكون تقريبا على نفس الخط. ده اللي بيقولوه. أيوة. كمان باولو بيقول من وجهة نظره الناس ما كانوش بيحبوا قوي الارتباط مع روسيا، وخاصة حملة أوربان ضد زيلينسكي. فعليا في وقت من الأوقات كان باين إن المرشحين الاتنين في المجر هم زيلينسكي وأوربان، عشان كان في كل الإعلانات ضد زيلينسكي. أيوة، بس في إيطاليا In Italia vendere ده كان نجاح لليسار ملوش أي علاقة. هو أصلا جاي من الحزب. الموضوع محتاج خيال واسع بعيد تماما عن الواقع الحقيقي للموضوع. الواقع الحقيقي ده شيء مثير للاهتمام، كنت بحاول أدور عليه وأنا بسمع نفسي، بس بوعدك إني هلاقيهولك للمرة الجاية. في مفكر فيلسوف فرنسي طلع بمصطلح لطيف جدا اسمه أزمة الدول،
المصارعين او المصارعين على حسب ما بيتقال، في فكرة ان القوة وان العنف هو اللي بينظم العلاقات بين الدول. هو بيقول حاجة في رأيي مهمة جدا، إن الكلام ده كان ينفع في الوقت اللي كان فيه بس الدول هي اللي موجودة على الساحة السياسية. يعني وقت ما كان فيه الحرب الباردة، أنا عندي دبابات أكتر، أنت عندك دبابات أكتر، أنا باخد معاك موقف متشدد وأنت بتاخد معايا موقف متشدد. كان ده النظام اللي بينظم كل النظام. النهاردة هو بيقول ظهروا لاعبين تانيين، لاعبين عابرين للحدود، علشان كده الأسلوب ده ما بقاش ينفع، لأن ببساطة مش هتلاقي العدو مش بيقبل يحاربك بطريقتك، هو بيواجهك بطرق تانية، بحركات رأي عام، وبيفضحك على مستوى العالم بالميمز وحاجات زي كده، وبيعمل حركات ثقافية يمين وشمال. تقول طب مش هتضربني بالنار؟ لا، أنا بس هخليك تبان بشكل وحش، يعني هخليك تبقى ضحوكة. ودي حاجة بتعمل تغيير كبير كمان في العلاقات بين الدول. في دول بدأت تفهم ده ودول تانية، وفي الحالة دي باين إن الولايات المتحدة واحدة منهم. لسه واقفين عند نموذج بس قبل الحرب العالمية التانية، يعني سياسة المدافع والسفن الحربية. خدوا بالكم إن كل الحاجات وكل الأفعال السياسية بتطلع من رؤية الواحد للعالم ولنفسه بالنسبة للعالم. عشان كده يعني القانون البحري بتاع الولايات المتحدة جاي من الفكرة اللي عندهم عن علاقتهم بالقوى اللي بتنافسهم. ولو ما فهموش ان ممكن الصينيين عمرهم ما هيحبوا يعملوا معركة بحرية قبالة سواحل تايوان عشان السيطرة على المحيط الهادئ، هيفضلوا يبنوا حاملات طائرات وهيفضلوا يعملوا حاجات، وفي الاخر في الحرب الجاية الحاجات دي مش هتكون اللي محتاجينها فعلا. احنا جالنا تحذيرين عن الموضوع ده، اولهم الحرب في اوكرانيا مع ظهور الطائرات المسيرة، ونوع الحرب الفقيرة اللي بتغلب الحرب الغنية. والإيرانيين أكدوا نفس الكلام، حرب فقيرة بتصعب الأمور على مستوى دولي على قوة عظمى، وبتخليها في ورطة أكبر بكتير. غالبا ده هو النموذج الجديد، ولو مش شايف ده هتلاقي صعوبة حتى تتخيل نموذج الدفاع بتاعك أو إزاي تتعامل مع الدول التانية. شوفوا قد إيه الموضوع بياخد وقت قليل عشان يعيدوا التفكير في تحالفات. أوروبا بدأت تفكر بجدية، يمكن الأمريكان عمرهم ما كانوا خلفاء قوي كده، ومش مضمون إنه لو احتاجناهم فعلا هيجوا يدافعوا عننا. القلق مش من الأمريكان إنه الأوروبيين مش هيدافعوا عنهم لما يحتاجوهم، ده العكس تماما. لو احنا اللي احتاجنا الأمريكان هم اللي مش هيدافعوا عننا. وعشان كده لازم نبني شبكة من العلاقات الدولية في مجال الدفاع تاخد ده في الاعتبار، واحنا فعلا بنعمل كده بسرعة ما كانتش متخيلة أو ممكنة من 20 أو 30 سنة. دلوقتي فهم العناصر دي من وجهة نظري بيديك مفتاح لفهم الأحداث اللي هتحصل في السنين الجاية بشكل أكتر واقعية. يبدو إن الولايات المتحدة لحد دلوقتي ما فهمتش ده، وما زالوا بيهوهوا. ولما صوت الكلب اللي بيهوهو ما بقاش يخوف، لأن الناس بقت خايفة من حاجات تانية وبتدور على الأمان في تصرفات تانية حتى لو هيدفعوا تمنها. يعني انتوا متخيلين ايه انك تقرب من الصين؟ يعني هتعمل كده ببلاش ومن غير ما تدفع تمن، بس على الأقل هتديك في المقابل شوية استقرار وشوية هدوء. وعلشان كده احنا في لحظة من وجهة نظري فعلا أعقد بكتير من الكلام الفاضي اللي بيعمله ترامب يمين وشمال، لأن الموضوع مش هو بس، لكن في مجموعة كاملة من الناس اللي شايفين إن ده هو أسلوب الحوار مع العالم، والعالم ببساطة بطل يتكلم معاهم، مش بيعارضهم، هو أصلا مش بيسمعهم. وده أسوأ بكتير. بس مش ده الموضوع، في بلاد لسه بتتواصل. ادواردو كان بيقول من شوية سنتكم بتتواصل عن طريق اكس. في بلاد صحيت، او على الاقل بعض الكيانات الحكومية، وفعلا بيستخدموا السوشيال ميديا كوسيلة تواصل، زي السفارات كتير. السفارة الروسية في ايطاليا نشيطة جدا على اكس، وفي بلاد تانية بتتجاهل الموضوع خالص. مثلا عمرك ما هتشوف الفندر لاين او حاجة زي كده بتكتب على اكس No, comunicati. بيانات صحفية وحاجات زي كده.
في عالم بيتحرك لانك فاهم لما تكتب حاجة على اكس مش محتاج حتى ترفع السماعة وتكلم الصحفي. الصحفيين اصلا قاعدين مستنيين هناك. العالم كله اصلا مستني يشوف التغريدة الجديدة بتاعت بانسو او هيكست. وده كمان طريقة مباشرة اكتر انك تتحكم بنفسك، لانك تقدر تحدد زي ما تحب. شوفوا النهاردة هنضرب، شوفوا دلوقتي هنعمل سلام. لو انت قلت، وترامب دايما بيقول كده، اخر واحدة من ساعة بيقول فيها على فكرة الإيرانيين دلوقتي جايين يتفقوا معانا على اتفاق، بس انت لسه قايل انك هتفرض عليهم حصار، وساعتها السوق ممكن يهدى، تاني يوم يرجع يتحرك. un'altra dichiarazione. وبالتالي بنفهم ان اللي يعرف يستخدمه ممكن كمان يستفيد منه كويس. احنا عارفين انه كان في تداول بناء على معلومات داخلية كتير خلال الفترة دي بتاعة الإعلانات وتأجيل الاتفاقيات. كل اللي عليك تعمله تتابع بولي ماركت وحاجات تانية، رهانات بملايين بتحصل قبل التغريدة بدقيقتين. شوف كده دايما بيحصل يوم الجمعة بالليل، وطبعا معروف ان البورصات بتكون مقفولة يوم السبت والحد. انا حتى شفت على بولي ماركت رهانات على عدد السفن اللي هتعدي من هرمز في اسبوع. كان في حاجات غريبة جدا. بس فعلا ده كمان عامل مهم. بس انا بتساءل وبتعلق بكلام كابيتيني اللي قاله فعلا، لانه فعلا بره نظام الاعلام الغربي بتاعنا الموضوع ده بيتشاف ازاي؟ في رأيي بيتشاف ان الولايات المتحدة المفروض تكون القوة اللي بتضمن النظام وبتضمن الجدية الدولية والتجارة الحرة وكل الحاجات دي. الموضوع مش كده، حتى طريقة التواصل نفسها زي ما وصفت يا ميركو ده مستوى من الجدية مش جدي. واللي في رأيي على المدى الطويل في البلاد، خصوصا في آسيا، البلاد اللي مش سهل تتهدد أو تترهب بسهولة، الهيمنة الأمريكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بقت أقل جاذبية بكتير، قليلة جدا قليلة جدا. وبالعكس Asian Times. هي بالإنجليزي بس بيعكسوا كتاب وشخصيات من العالم ده. هناك هم اللي بيدفعوا تمن الأزمة الأصعب، مش أوروبا ولا أمريكا الضيقة، لكن الأساس هو الاعتماد كانت آسيوية. 2، أنت عارف قيمة الكلمة عند الصينيين، اليابانيين وهكذا. كفاية تشوف وش رئيسة وزراء اليابان. حاجات زي دي كانت متجمدة في مكانها. يعني هم أصلا بيعتبرونا إحنا الغربيين أقل مصداقية وأقل شرف، وبعدين يطلع لك واحد زي ترامب، واحد زي هيكست، طبيعي بالنسبة لهم إنهم شايفين إنه عندهم حق، إحنا منحطين. ودي أكبر دليل، لأنه كل واحد بيغذي تحيزاته. شكرا. إحنا كنا عندنا حق لما قلنا إنه دول محطين وهكذا. تخيل بقى شكل اللي بيتبعهم زي ما بنقول حلفاء أو شبه حلفاء في مشاريع مختلفة. شوف هناك كمان يمكن الوضع أتعس لو تسمح لي، لأنه على الأقل الأمريكان القيادة الأمريكية اختارت من وجهة نظري بالضبط الأسلوب ده في السياسة، أسلوب أقرب للبلطجة. كابتني يمكن الطريقة دي ما بقتش تنفع قوي، لأن لازم تلاقي حد يلعب معاك اللعبة دي، زي روسيا مثلا يمكن لسه بتلعب اللعبة دي بالطريقة دي. الصين نفسها شكلها مش مهتمة قوي سواء بالإيجاب أو السلب، لأن الغريب أنا كنت بتكلم مع ميركو عن الموضوع ده كذا مرة قبل كده. الصين مثلا في موضوع المساعدات العسكرية للدول الحليفة دي بتبعت مساعدات قليلة جدا، مش بتعمل حاجة، مش بتشارك خالص في اللعبة دي، في المنافسة دي. لكن في نفس الوقت لما ما بتشاركش بالطريقة دي بتبان بشكل معين، يعني الناس بتقول عليك كل حاجة، مستوى أعلى من الجدية، من الاعتمادية، من الأمان، حتى من الأمان البسيط. يعني لو أنا حليف لدولة زي الولايات المتحدة النهاردة في خطر إن ألاقي نفسي في حرب كل 3 أيام، أو على الأقل يطلب مني أبعت. بالظبط كنت شايف السؤال في الشات من شوية، أبعت مثلا سفن تساعده هنا وهناك في حرب إحنا ملناش علاقة بيها، أو على الأقل مش هنستفيد منها أي حاجة. حتى القوة نفسها، يعني القوة المهيمنة أو على الأقل اللي المفروض تكون القوة المهيمنة، بتعرض الرفاهية الاقتصادية العالمية للخطر عشان قضايا أهميتها ثانوية نسبيا. يعني مش شايف إن الولايات المتحدة لو ما كانتش هاجمت إيران كانت هتكون معرضة
لخطر كبير او تهديد اسطوري او اي حاجه من النوع ده؟ يعني في اللحظه دي الموضوع فعلا باين انه تصرف غير مسؤول خالص يعني. بص يا ادوالدو، في رأيي لازم كمان نعمل، ويمكن نعمل لايف مخصوص للموضوع ده. يعني إيران فعلا حليف للصين، وده اللي بقدر أقوله. كانوا قريبين من بعض، حليف، علاقة مصلحة. هم بيبيعوا لنا البترول، ليه الصينيين بيخاطروا؟ واحد، السمعة، لأن لو فعلا كانوا بيبعتوا أنظمة سلاح كتير وكده، في مخاطرة إنها ممكن ما تشتغلش كويس أو تتدمر. هتطلع بشكل وحش وهتضر نفسك في سوق المشتريات. وخصوصا لما تتورط بالشكل ده مع حليف اللي هو اصلا مش حليف فعلا، هم بيشتروا حاجات وخلاص. في خطر انك تدخل في نفق لازم تفضل تغذي وتدعم المدينة طول الوقت. ده كان خطأ عملته روسيا في الثمانينات لما بدأت تدعم علشان تجمع أكبر عدد ممكن من الدول، وجمعوا عدد كبير من دول العالم الثالث. دول أفريقية كانوا بيكلفوا كتير جدا لأنهم دايما في حروب مع بعض وما كانوش بيقدموا أي حاجة، ولو فاكر صح كانوا عايشين كده فعلا من بيع بسيط وكده. ولما حصل انهيار في أسعار البيع بقوا كلهم تقريبا مدعومين من روسيا، في وقت كانت روسيا أصلا عندها مشاكلها الكبيرة في نص الثمانينات من اقتصادها. أنا شايف إن الصين كمان بتبص على الحاجات دي. بالظبط كده. إنك تتحمل مخاطرة وبعدين لازم تدعمها، ده العكس تماما عن السياسه دي اللي هي بالظبط سياسه الحرب البارده بتاعه الاتحاد السوفيتي. من الناحيه دي خصوصا في الشرق الاوسط وافريقيا كان في دول بتستلم كميات كبيره من الاسلحه بالنسبه للوقت ده، وكمان كانت اسلحه حديثه جدا. بس لو جينا نبص ونقارن مع النهارده ومع الصراعات اللي بتحصل دلوقتي، فعلا هنلاقي في فرق شاسع جدا. يكفي نشوف مثلا في حرب يوم كيبور سوريا استلمت ايه في كام يوم علشان تعيد بناء قواتها، وكمان من ناحية تانية اسرائيل. كان الموضوع مختلف تماما ومكلف جدا، واحيانا حتى على مستوى الصورة او السمعة، لانك لو بعت افضل انظمه الدفاع الجوي بتاعتك لسوريا هم هيستخدموها من غير تدريب كافي وبسرعة وعجلة، وبعد كده ممكن طبعا يطلعوا بشكل مش كويس. اللي بتعمله الصين النهارده هو العكس تماما. بصراحة مش شايف ان ده طريق آمن فعلا، حتى ده يعني انك ما تعملش اي حاجة خالص. احيانا ممكن ينفع البلطجة الامريكية دي حتى على مستوى الصورة، انك ما تتدخلش ابدا وما تساعدش ابدا من الناحية العسكرية. ممكن في حالات تانية، خصوصا لما نشوف ان الصين ما ينفعش نعتمد عليه قوي في الدفاع. يعني مش عارف، اكيد نقدر نقول بثقة ان اللي بتعمله الصين فعلا مختلف عن اللي بتعمله امريكا لحد النهاردة، وكمان مختلف جدا عن اللي كان بتعمله الاتحاد السوفيتي وامريكا في الحرب الباردة. دلوقتي جه الوقت أشكر الراعي بتاع حلقة النهاردة اللي هو إنكوني، وأتخيل إن كلكم عارفينه وبتستخدموه. افتكروا يا جماعة، زي كده كل يوم بتستلموا إيميلات سبام، مكالمات تليفون، وخدمات روبوتية. كتير أوقات بتبقوا محتارين إزاي أصلا جابوكوا في قائمتهم. طيب اعرفوا إن كل مرة بتسجلوا في موقع أو خدمة مجانية، لو الحاجة دي ببلاش يبقى المنتج هو انتوا. طيب إنكوني إيه هو؟ ده خدمة بتجمع بياناتكم من على الإنترنت من وسطاء البيانات المختلفين، وهدفها تقلل المعلومات اللي عنكم موجودة على النت. ده مش بس بيساعد إن بياناتكم ما تتباعش لأغراض تسويقية، لكن كمان بيقلل الإيميلات المزعجة أو المكالمات اللي مش عايزينها. كل ما كانت بياناتكم أقل على الإنترنت كل ما كانت بصمتكم الرقمية أقل، وده معناه إنكم أقل عرضة للخطر. إنكوني على عكس غيره مش بيبيع بياناتكم، هتدفعوا شوية يعني تقريبا ولا حاجة، عشان مع اللينك بتاعي عندكم خصم 60%. هتلاقوا اللينك في الوصف وفي الشات. وكمان طبعا كده بتدعموا القناة والشغل اللي بنعمله، وده حاجة مفيدة جدا للجميع. أنا شخصيا بستخدمه سواء على أرقامي أو أرقام مراتي، وكمان على إيميلي. لاحظت انه في الشهر اللي فات جالي مكالمة واحدة بس من حد بيضايقني، وعلى الايميلات الموضوع اقل بكتير. يعني هو خدمة مفيدة وتقدر تضيف اكتر من ايميل واكتر من رقم تليفون، فانا عارف ان كتير استخدموه كمان على مستوى الشركات، وكمان استخدموا الكود بتاعي، فبشكرهم عشان جالي ايميلات
بسبب كده أنا خلت شركتي تستخدمه. إنكوني مع لينك بارابيليوم. أنا مقدر ده جدا، دي طريقة لدعم القناة. يلا بينا نشوف في الآخر ملخص اللي حصل على المستوى العسكري. الخسائر يا إدواردو بين الحوادث، الطيارات اللي اتضربت والمهام الغريبة. لأني بصراحة بقول لك إحنا حكينا التفاصيل المهمة اللي كانت عشان ينقذوا الطيارين الاتنين المشهورين بتوع الاف 15. بس عدد القوات اللي شاركت، ايه اللي كان بيعمله الاف 15 ده هناك؟ لان بعدين لما تهدى الواحد بيبدا يفكر المهمه دي كانت ممكن تبقى ايه الاهداف اللي موجوده، لان المنطقه اللي كان بيعدي منها هو كانت كلها اتضربت قبل كده. ده كمان يخليك تفكر ان يمكن الاف 15 ما كانش هناك عشان ينفذ مهمة، راحوا عشان ينقذوه، بس هو كان بيغطي على مهمة كانوا بيحاولوا فيها الانقاذ. يمكن جزء من اليورانيوم او محاولة لاسترجاع اليورانيوم، لان عدد قوات العمليات الخاصة اللي استخدموها بين الليتل بيردز والبيف هوكس كان شوية ارقامهم مش طبيعية، خصوصا ان القوات دي كانت موجودة هناك وجاهزة. يعني الامريكان عندهم القدرة ينقلوا كل حاجة في 12 ساعة، بس وجود عدد كبير من القوات بالشكل ده يثير الشك. وقبل كل حاجة زي ما ورينا الطيارتين اللي كانوا حتى بيوقفوا بعض على ممر الطيران، عدد الطائرات المسلحة اللي بعتوها أكتر بكتير من حجم النيران اللي محتاجينه عشان ينقذوا طيارين 2 بس. في الحقيقة تقدر تعمل كده بسهولة بطيارة صغيرة زي الليتل بيرد، وكمان هي أصعب في الرصد، بتعدي بين التلال والجبال. تحت الرادار الطيار بياخده ويمشي بيه بالليل، وساعتها ممكن محدش يشوفه أصلا. كل ده واضح قدامنا. هو فعلا عملوا عمليات تمويه، يعني استخدموا هليكوبترات في مكان معين عشان يخلوا الناس تفتكر ان الطيار هناك. الإيرانيين بدأوا يبصوا هناك، بس برضو النشاط ده كان مشبوه جدا. يعني في الآخر ايه هو إجمالي خسائر التحالف؟ طيب عن الموضوع ده هكون مختصر قبل ما اتكلم عن عدد الخسائر الجوية اللي هو موضوع شيق. شايف انكم اسفين. قبل ما اقطع نص الكلام كنت عايز احييكم، لاني زي ما قلت مش هقدر اقعد كتير. لازم بشكر شاب من الشات اللي فكرني وفكر الكل ان الفيلسوف اللي كنت بتكلم عنه هو برتراند بادي. بدعوكم تقروا لبرتراند بادي اللي هو استاذ على ما اظن في باريس، في جامعة باريس، حاجة زي كده. اقروه لانه فعلا مثير للاهتمام. بحييكم كلكم وبشكر كل اللي سمعني، واسف اني مش هقدر اكمل معاكم اكتر، وهتابعكم بكرة في التسجيل. مساء الخير على الجميع. تعبان شوية عشان احنا امبارح كنا في بستويا وهو رجع من هناك على روما. انا رحت الاول ليفورنو وبعدين رجعت البيت. بس في بينا شوية شهور فرق انا وانت. شوية شهور. باي 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 باي. كنت بتكلم عن موضوع الطيار او الطيارين او بالاصح الاتنين من طاقم الاف 15 اللي اتسقطت، لان في الاخر كانوا 2. واضح على الاف 15 دي زي ما المفروض يكون. وبالظبط انا اتكلمت عن الموضوع ده على اكس من كام يوم كده. هناك في رأيي الموضوع فعلا غامض جدا، لكن اللي مش منطقي اكتر هو ان الطيار ده خصوصا التاني اللي اتعمل مجهود كبير على ما يبدو عشان يرجعوه، اللي المفروض يكون مش الطيار نفسه لكن المسؤول عن الأسلحة في الاف 15. على حد علمي ما حصلش جديد من النهارده، ما تابعتش اكتر، بس لحد من كام يوم ما كانوش عرضوا الطيارين اللي تم انقاذهم دول. ده كان من اول يوم، يعني تقدر تفهم ممكن يكونوا مصابين، بس عدت كام يوم بعد كل الحكاية دي، وانا بقول كده حتى لو ده ضد التحليل اللي انا عملته من كام يوم. ايوه انا كمان بقول كده. من باب الامانه قدام الكاميرا كانوا بيقولوا ان الاول كان خلاص، بس في الحقيقه هم عملوا كده مخصوص عشان يمنعوا الناس من مطارده الشخص الاول، ما تمش انقاذه على طول زي ما كان بيقول. في حاجة مش منطقية لان الموضوع ده كبير جدا في الاساس. يعني لحد دلوقتي ما شفناش واحد من الاثنين على الاقل او يعلنوا ان هم ماتوا في المستشفى. في حاجه يعني ده فعلا غريب جدا وخلاني اعيد التفكير شويه.
تحليلي كان ان فعلا الاف 15 دي اتسقطت. ليه فعلا في المكان اللي بيقولوا عليه؟ لان فعلا قدرت الاقي تحديد موقع بيأكد اننا فعلا في جنوب اصفهان. كان باين فعلا ان ده مؤكد. وغينا من الأول القطع وتحديد المواقع زي إشارات الليتل بيرد وشيشة ترين اللي انت قلته، وده بيخلي الموضوع اكتر شك. انا اصلا كنت حاسس اني انفي الروايه الامريكيه عن الموضوع. الطيارتين نقل بتوعنا اللي كانوا هبطوا اتغرزوا وما قدروش يقلعوا تاني، لان لما تشوف الصوره دي واحد فوق التاني مش ممكن حد يخليهم يتغرزوا فوق بعض كده. فاستنتجت هناك ان يا اما الطيارات اتضررت يمكن من الدفاع الجوي واضطروا يهبطوا وبعدين قرروا يحطوهم فوق بعض عشان يدمرهم، بس ساعتها الموضوع بيبقى مختلف. ده معناه انهم ما اتغرزوش لكن اتضرروا بشكل كبير من الايرانيين، ولما ما قدروش يقلعوا تاني قرروا يدمروا الطيارات. كان شكله كأنه واحدة اتركنت قدام التانية عشان كانت غير صالحة للاستخدام وبتغطي على التانية من النار، لحد ما عملوا محيط، لأنه مش منطقي إنهم يكونوا طلعوا مع بعض واتغرزوا. صحيح إن المدرج كان صعب، بس برضو الطيارات دي حجمها كبير. مثير للاهتمام نشوف الخسائر حتى لطائرة ليتل بيرد. غالبا كان في ترتيب، زي إنهم هبطوا، يمكن واحدة تعطلت والتانية حطوها للتغطية، وبعدين جت طيارات ليتل بيرد وبعدها حصل تبادل إطلاق نار وتعرضوا للتلف، لانهم بعدين مشوا بوسائل تانية واضطروا يدمروا الطيارات وكمان ليتل بيرد. دلوقتي للي ما يعرفش، ليتل بيرد دي هليكوبترات صغيرة جدا وسريعة جدا، شفتوها في فيلم بلاك هوك داون عشان تتخيلوا شكلها. فكرة انهم اضطروا يهبطوا هناك ويسيبوا الهليكوبترات ودي خفيفة جدا، يعني سلاح خفيف ممكن فعلا يدمر ليتل بيرد، الموضوع غريب جدا. كان لازم ينزلوا رينجرز في المكان عشان يدافعوا عن المحيط. عادة الليتل بيرد ما بيعملوش كده، بييجوا ينزلوا اللي معاهم ويمشوا بسرعة جدا. على حسب رأيي، يعني زي ما أنا بستنتج، الليتل بيرد تم استخدامهم بالطريقة دي زي ما هم بيحكوا، لأن مدى الطيران بتاعهم ما كانش يسمح إنهم يستخدموهم من الحدود، فممكن أفترض إنه منطقي إنهم يجيبوهم هناك ويستخدموهم من نفس المكان في المنطقة دي. بس مثلا في حاجات تانية مش منطقية. يا ريت. بالنسبة للطيارين احنا قلنا اكتر حاجة خطيرة. حاجة تانية اللي ممكن نقول انها منطقية بشكل عام هي انه لو فعلا زي ما بعض المحللين المؤيدين لإيران بيقولوا الطيارتين سي 130 للنقل كانوا فعلا اتضربوا من إيران، وبرضه هناك صعب جدا ان الاتنين يقعوا في نفس المكان، يعني في شوية شكوك من الناحيتين، يعني مش كل حاجة منطقية. أنا من رأيي هحدث رؤيتي أو تحليلي للموضوع ده وبعدين هتكلم عن الخسائر اللي باينة قدامنا على الشاشة. بما إننا ما شفناش الطيارين دول بعد كل الهيصة دي عشان ينقذوهم، الموضوع فعلا غريب. يا إما حالتهم صعبة جدا، أو في احتمال تاني كنت بتكلم عنه على إكس، ان العمليه دي ما كانتش عشان ينقذوا الطيارين لكن عشان يعني ما يسيبوهمش يقعوا في ايد العدو، يعني في الاخر ده احتمال تاني برضه. على اي حال انا شايف ان العقيدة الأمريكية مفيش حد بيتساب ورا، بس فعلا ده مجهود جبار حتى اللي عندنا قبل ما نوصل للخسائر. لولا دانيالي هيبقى مجرد متفرج. دانيالي، موضوع الطيارين في أمريكا اتناقش وبقى موضوع ثانوي، خبر مش مهم قوي، لأن من وجهة نظر اللي قلناه كل روايات غريبة جدا وصعب تتصدق، وكمان فعلا عمرهم ما ورونا الطيارين الملعونين دول. عملية كبيرة زي دي عشان ينقذوا طيارين 2 بس ويخسروا كل المعدات دي وقوات خاصة في النص. واضح يعني ان في حاجة ورا الموضوع. شكلي كده دانييل اتحشر. ايوه في شوية مشاكل في الاتصال. ماشي يلا نكمل احنا. هستغل الفرصة واعمل ملخص سريع عن خسائر الطيران عند التحالف المضاد لإيران. خلينا نسميها كده في المرحلة الأولى دي، يعني نعتبرها كده حرب. زي ما انتم شايفين انا عملت بوست على اكس بيلخص الموضوع، يمكن دانييل يقدر يرجع. ماشي هخلص بسرعة. باختصار وصلنا تقريبا ل6 حالات. انا بتكلم عن الطائرات، خد بالك، سواء اتصابت سواء اتدمرت او بس اتضررت. ده في بعض الحالات معروف وفي حالات تانية لا، بس اكتر حاجة مؤكدة عندنا انهم اتصابوا.
يمكن احنا سامعينك بس مش شايفينك. الصورة متجامدة يعني. جرب تدخل بالموبايل لو في مشاكل يا دنيا. ايوه انا مش شايفه. انا هنا، سامعني؟ ايوه بس مش شايفك، يعني الصورة واقفة. تمام. سمعت السؤال؟ سامعني دلوقتي؟ اتفتح لو سمعتها يبقى تمام، هجاوب بقى. يبقى مش هنتكلم عن موضوع الطيارين ده. كنت بسمع تحليلاتكم اللي اتكلمتوا عنها قبل ما احكيها. لا، في تشويش، في تشويش، في نشاط من اعداء جدد ميركو. طيب على اي حال، هضيف سؤالي كمان لما دانيال يرجع، لاني انا كمان حابب اعرف بشكل ادق اذا فعلا تم الاعلان عن اسماء الطيارين، لاني بصراحه ما كنتش راجعت الموضوع ده النهارده. لو في حاجه مؤكده طلعت عن الطيارين على حد علمي لا، ولما اقول طيارين اقصد الطيار وكمان العضو الثاني من الطاقم طبعا. وبالظبط لو اتكلموا عن الموضوع او لو حد بدأ يسأل هم فين، يعني اتخيل كمان ان في قوات معارضة وده سهل. وهكذا. وبالضبط يمكن يا دان يمكن توروا نفس الطيارين الملعونين دول لو رجعوا البيت المفروض يكون في شويه مجد كده. عارف لما كانوا بينقذوا طيار من فيتنام وكده، كان في شويه مجد يتعرض. دي حاجه من الافلام. في حد من الديمقراطيين دانالي سأل طب هتورونا الطيارين الاثنين اللي اتنقذوا دول؟ حاجه مش معقوله، قصه افلام وكده، وبرضه مفيش حاجه. أيوة كنت بقول لا، محدش اتكلم عن الموضوع، وشرح فونتانا كان مثير للاهتمام. النقطة الوحيدة اللي اتكلموا عنها هي إنه لو ما قدروش ينقذوهم واتمسكوا مثلا من الإيرانيين، ترامب ما كانش هيقدر يصمت قدام الرأي العام الأمريكي. يعني خد بالك من حاجة، ده حصل قبل كده في يناير لما العناصر المقنعين دول لو فاكرين كانوا بيروحوا قدام المدارس كده عشان يقبضوا على اللاتينيين اللي ممكن يكونوا بيودوا عيالهم المدرسة. أيوة كان فيه انتقادات بس مش للدرجة دي. النقطة الفاصلة حصلت إمتى؟ لما قتلوا 2 أمريكان بيض مسيحيين، واحدة ست وراجل. ساعتها اضطروا يغيروا أسلوبهم تماماً. لو كانوا قبضوا على 2 طيارين أمريكان، كان ترامب هيواجه صعوبة كبيرة جدا قدام الرأي العام الأمريكي. بس لو فكرت فيها، ده واحد من الفروق بين نوع الحرب اللي بيقودها ترامب مع الرأي العام بتاعه ونوع الحرب اللي بيقودها نتنياهو مع الرأي العام بتاعه. سياسة. في الوقت ده دي صورة بيانية للخسائر على The War Zone. باللون الأصفر نعتبرها حالات غير مؤكدة، يعني اتضرروا. في حسابي عندي شويه اكتر من اللي هنا، يعني هنا ناقص F-18 اللي اكيد فاكرينه. بس في فيديو يمكن شفناه هنا في بارابيليوم مرة لطائرة F-18 اتصابت واتضررت بشكل بسيط. بس انا قررت اضيفه عشان في الاخر متصور وفعلا صاروخ مانبادز جاله في الديل وانفجر، يعني على الاقل في شظايا. هيكون كاتا، عشان كده ضميته كطائرة متضررة في حساباتي، والباقي متشابه جدا مع اللي شايفينه على الشاشة. أظن إن في حساباتي في طبعا عدد أكبر بكتير من الدرونز اللي أنا بسميهم مال، يعني اختصار لطائرات بدون طيار متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل. واللي منهم الرابر في شوية أكتر، لأني لو مش غلطان كان فات كام يوم لما عملت حساباتي، وكمان في حساباتي في كل الدرونز الإسرائيلية من النوع ده، وده عددهم كبير. وكمان في حاجتين مثيرين للاهتمام، 2 من الدرونز من الفئة دي من دول الخليج أو السعودية، دلوقتي مش فاكر بالظبط، أظن واحد من السعودية واحد من دولة تانية من الخليج. معلومة مثيرة للاهتمام لأن إيران هي اللي أسقطتهم، وده واحد من الأدلة على تورط الدول دي في الصراع. وهي طيارات بدون طيار صينية الصنع، ونضيف كمان المعلومة دي اسمها وينج لونج وشبه جدا الطيارات الأمريكية. وأنا كده خلصت كلامي عن الخسائر. طيب زي ما بنقول التأثير
بالنسبة للانتشار العسكري محتاجين فعلا تعليق، يعني من ناحية الطيارات المقاتلة والطيارات الحربية. حتى لو يمكن فعلا اول طياره F-35 ممكن ما تكونش بس اتضررت، لكن كمان اتدمرت تماما في الصراع ده، لأننا عارفين إنها عملت هبوط اضطراري والطيار كان مصاب، ممكن ما تتصلحش تاني. بس غير الحاجات دي في الحقيقة بالنسبة للقوة اللي عندها الولايات المتحدة، خسارة مقاتلة مش هتأثر قوي وما بتشكلش خسارة كبيرة لأمريكا. دول الأواكس هنا شايفين مكان قديم شوية وكان مجرد أواكس واحد. في الحقيقة اتضح انه اثناء الهجوم على القاعدة دي في السعودية كان هجوم صاروخي وطائرات مسيرة إيرانية. مش بس تم تدمير واحدة من الطيارات الأواكس دي اللي هي مهمة جدا حتى للولايات المتحدة، لكن كمان على ما يبدو اتضررت واحدة تانية من نفس النوع، وفعلا المسؤولين الامريكيين اعترفوا بده. وفي الحالة دي الاثنين دول، واحدة اتدمرت وواحدة اتضررت، بيمثلوا 12% من الاسطول من الطيارات دي. يعني في الحالة دي الموضوع مهم جدا، وكفايه بنلاحظ ان روسيا واوكرانيا مثلا عندهم اقل كمان من النوع ده من الطيارات، بس اخد اكتر من سنة تقريبا قبل ما يخسروا اول واحدة. يعني الموضوع مش في بيلاروسيا، وبعدها اللي ضرب في مرنازوف بالظبط. كان في بيلاروسيا الايه 50 اللي اتصاب في بيلاروسيا، وبعدين 2 لو انا مش غلطان. هستغل دي كده يا دانيالي. أول درس في رأيي كشفته الحرب دي من البداية هو الاستراتيجية الإيرانية. كانوا عارفين إنهم في الأيام الأولى هيخسروا قدراتهم على الإطلاق، كانوا عارفين وحسبوها، وعشان كده حاولوا يضربوا بشكل مدروس أنظمة أواكس ورادارات وأنظمة الإنذار المبكر وهكذا، علشان بعد كده يعملوا حملتهم بما تبقى من قدرات الإطلاق بس ورا بعض، لأنهم في كل الأحوال عندهم وتيرة بتفضل تقريبا ثابتة مع شوية زيادة بسيطة أو حتى رجوع. لكن الدرس السياسي أو الاستراتيجي كان إن القواعد الأمريكية اللي هناك علشان تدافع عن الدول دي في الحقيقة هي الخطر الحقيقي الموجود. يعني الدرس اللي دول الخليج بتستخلصه هو إن القواعد الأمريكية والرئاسة الأمريكية اللي كان المفروض تدافع عنهم في الحقيقة مش بتحميهم، بالعكس بتخليهم أهداف. لو ما كانوش هناك غالبا ما كانوش هيتورطوا. اهو في امريكا بداوا ياخدوا بالهم من الموضوع ده، العسكريين اظن واكيد ممالك الخليج كمان، بس ده بيقول كتير عن المستقبل كمان. اي حد عنده قاعده امريكيه مش بيحميك قوي وبيخليك هدف، بيخليك كده برضه. وبعدين انا افتح المايك عندك عشان مش عارف اعملها. دانيلي مش عارف ليه لازم انت اللي تعملها. احيانا الستريمر بيعلق لوحده. لا لسه صوتك مقفول، لسه صوتك متشال يا دانيلي. انا شايفك صوتك متشال، يا المايك مش شغال يا انت فعلا متشال صوتك. خلينا نشوف هنا ليه ده بيحصل، لان دي واحدة من اول الحاجات اللي الكل لاحظها. ايوه فعلا، يعني الحماية اكتر من انها حمايه هي شكلها ضمان للتورط. وبعدين فعلا الامريكان يعني بشكل متناقض الضرر ده تقريبا اكتر على الحلفاء من الامريكان نفسهم. يعني الامريكان زي ما شفنا، وبعد كده كملوا عملياتهم وانسحبوا القواعد يمكن ابعد شويه مع مشاركه اوروبيه اكبر. وبصراحه الهجمات على دول الخليج كانت دايما بتزيد وتقل، وما قابلتش دفاع فعلا قوي او فعال يقدر يضمن حمايه البنيه التحتيه الحيويه. بالعكس، ده العكس تماما، لدرجة انه لحد النهاردة لو الصراع ده رجع تاني بنفس الهجمات الصاروخية الكتيرة، اول هدف ضعيف هيكون فعلا البنية التحتية الاقتصادية الحيوية دي في دول الخليج اللي لحد دلوقتي مفيش اي حاجة واللي المفروض انها قابلة للدفاع عنها. دانيال، هل السؤال اللي سألناك يا كان غلط او مش في مكانه، وكان فيه حتى لو فعلا اللي حيوصلهم؟ طيب بالنسبة لموضوع عدم الأهلية الذهنية بشكل أساسي، المادة 25 دي النقاش عليها بدأ من كام يوم. مش شايف إنه الجمهوريين جاهزين لخطوة خطيرة زي دي؟ فيه جزء من حركة ماجا زي مثلا جرين اللي كانت متشددة جدا. ماجا
اللي خرجت من الكونغرس، اللي طلبت بشكل صريح إذا كانت دي فرصة نتحقق فيها إذا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سليم ذهنياً ولا لا. الموضوع طرح، وأنا مش شايف خالص إنه حيوصل لأي حاجة. نرجع للكلام اللي قلناه قبل كده عن انتخابات منتصف المدة. من وجهة نظري قبل انتخابات منتصف المدة لو قدروا يعملوها أصلاً، لأني لسه شايف لحد دلوقتي إنه ترامب لو حصل تصويت هيخسر، ولو هو عارف إنه هيخسر هيخترع حاجة لسه مش عارفين إيه هي، بس هيخترع حاجة عشان يمنعها أو يعملها أو ما يعلنهاش أو يلغيها. هيخترع حاجة أكيد. كنا بنتكلم عن موضوع الطيارين. في فرق كبير حتى في الموضوع ده بين الحرب اللي بتقودها إدارة ترامب والحرب اللي بيقودها نتنياهو. يعني المجتمع الأمريكي مش قادر يتحمل اللي كنت بتوصفه قبل كده، فونتانا، القبض الغامض، اللي في الأساس ما تكلموش عنه في الإعلام الأمريكي عن الطيارين الاتنين. يعني لو كانوا قبضوا على الطيارين الاتنين ولفوا بيهم في إيران جوه قفص، كان ترامب هيبقى في ورطة كبيرة. الموضوع مختلف بالنسبة لإسرائيل، بمعنى إن بالنسبة لإسرائيل ولجزء كبير من الرأي العام الإسرائيلي موضوع إيران بقى له 47 سنة شغال. حتى اللي بيكرهوا نتنياهو، وده جزء كبير جدا من المجتمع الإسرائيلي حتى في الوسط واليمين. يعني مش بس المعارضة لنتنياهو، لكن كمان جوا يمين الوسط، يعني جوا الحزب اللي ماسك السلطة بقاله سنين. المجتمع الإسرائيلي من وجهة نظري بيقدر يتحمل حتى لو حصل صدام، بس ده بيوديك لنقطة اللي خلال ساعات في واشنطن هتبقى ودلوقتي فعلا ده صحيح. في وسائل الإعلام الأمريكية في ترقب كبير، لأن لأول مرة هيكون فيه لقاء مباشر بين الإسرائيليين واللبنانيين في وزارة الخارجية في واشنطن. ده مرتبط بخبر أعلنوا عنه بودكاست التايمز اللندنية من 3 ساعات. حسب التايمز اللندنية، اللي قاله الإيرانيين عن إسرائيل ولبنان هيكون صحيح. يعني إنه في اتفاق الهدنة كان متفق إنه إسرائيل توقف كمان الهجمات على حزب الله، واللي واضح إن إسرائيل ما عملتهاش، وده صعب العلاقات. ترامب زي ما أنتم عارفين اتكلم بشكل صريح مع نتنياهو من كام ساعة، طلب منه يهدي الهجمات. المشكلة إنه الحكومة اللبنانية بقالها أسابيع بتحاول تبعت إشارات علشان توصل لحل وسطي مع الإسرائيليين، بس هي مش قادرة تتدخل خالص بناء على الاتفاقيات اللي موجودة بقالها سنين علشان يشيلوا حزب الله كتنظيم مقاتل وبيسيطر على جزء كبير من جنوب لبنان. يعني الحكومة اللبنانية في الحقيقة عندها مساحة قليلة جدا علشان تحاول توصل لاتفاق، لأنه من ناحية المجتمع الدولي بيطلب وبيصر إنه حزب الله يوقف إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل. بس في نفس الوقت الحكومة ممكن تلاقي نفسها في حرب أهلية، ودي حاجة حصلت أكتر من مرة في تاريخ لبنان، ودي هي أكتر حاجة مقلقة. أكتر حاجة اللبنانيين قلقانين منها هي إنه البلد ما يتقسمش تاني. ده صحيح، بس في أسباب حتى اقتصادية واستراتيجية بتخلي لبنان لازم يحاول يخرج من الوضع ده اللي فيه كل شوية نتنياهو يدخل لبنان بيدمر حزب الله. بس حتى هناك ميركو، انت خبير في الحاجات دي، لو بصيتوا على ال6 أسابيع اللي فاتوا كل يوم حكومة نتنياهو بتقول ضربنا هنا وضربنا هناك، وبعد كده تاني يوم بيطلعوا 500 مقاتل هناك و4 صواريخ هناك. يعني في الحقيقة بعيداً عن اللي الحكومة بتقوله أو بتعلنه،
الموضوع شبه لما السنة اللي فاتت ترامب قال إنه دمر المحطات النووية الإيرانية. نتنياهو سأبه يقول كده، بس كان واضح إنه ما دمرهاش. لو كان دمرها فعلا ما كناش قاعدين دلوقتي نسأل إيه اللي بيحصل. كان كلام منطقي. مفيش قوة عسكرية في العالم، أيوة ممكن يعملوا كده، حتى لو كانوا عملوها مش هتكون متأكد، لأن مفيش قدرة عسكرية في العالم تقدر تروح تشوف تحت هناك علشان تأكد الأضرار. ده عميق قوي. فعلا لو بصيت هتلاقي في النقطة دي في نقاش في الإعلام الإسرائيلي. يعني في ناس بتقول 440 كيلو يورانيوم دول خطرين جدا، مدفونين تحت الأرض لدرجة إن محدش هيقدر يطلعهم تاني. يعني لا الإيرانيين هيطلعوا اليورانيوم ده، ولا حتى الإسرائيليين، ولا حتى الأمريكان. محدش بقى عارف إيه اللي حصل بالظبط. ده على قد ما أنا عارف، وأنا مش خبير في الحاجات العسكرية زيكم، بس شفت شوية حاجات عن الحروب. ده في رأيي أخطر مرحلة، لأن في اللحظة اللي أنت فيها مش عارف أنت بتحارب ليه أصلاً. لو بصيت على اللي كانوا عايزين يعملوه الجزء النووي ورد الفعل الصاروخي للإيرانيين، تمام. الإيرانيين، أنت بدأتي وقلت 15 نقطة المشهورة أو 10 نقاط. الإيرانيين بيقولوا لك إيه؟ إحنا مش واثقين لو سلمنا السلاح النووي. خلينا نقولها كده، لو إحنا سلمنا السلاح النووي إحنا كده انتهينا. زي ما كنا بنتكلم عن التجارب اللي حصلت قبل كده، بس هي نفس السبب اللي خلى كوريا الشمالية اللي من كام سنة ترامب كان راح وقعد يتكلم معاهم وقال إحنا بقينا أصحاب. بس ما ننساش ده، لسه بيكملوا يبنوا قنابل نووية جديدة، عشان بيقولوا طول ما معايا القنبلة النووية محدش هيقدر يقرب مني. يعني لو حسبناها كده ده الرسالة اللي هم بيبعثوها، مش بس إدارة ترامب لكن تاريخياً زي ما كنا بنقول قبل كده كتير. الولايات المتحدة ما احترمتش الاتفاقيات زي ما روسيا ما احترمتهاش، وزي ما الصين ما احترمتهاش، وهكذا. يعني ما ينفعش تلاقي عالم ما فيش فيه حد، حتى الصغيرين. قبل كده كنتوا بتوصفوا رد الفعل الإيراني، وواضح إنك بترد على هجوم بطريقة غير متكافئة تماماً. بس ما كنتش تقدر، ما تعرفش في واشنطن إن لو هو غرق لك 4 سفن محدش هيأمنهم لك تاني. من لويدز لندن ما كنتش تقدر، ما تسألش نفسك. ونرجع لنقطة البداية، بس انت حرب. لما استنى هفكرك بحاجة يا دانيال، دي صور الأقمار الصناعية قبل الهجوم الأمريكي بيوم واحد. 16 شاحنة نقل دخلوا نفق منشأة فوردو النووية الإيرانية قبل الهجوم الأمريكي على طول. بس يا ترى إيه اللي نقلوه؟ الزبالة؟ في الحقيقة هم نقلوا المواد اللي لحد النهاردة مش عارفين هي فين. ممكن تكون متوزعة في أماكن كتير، غالبا علشان يوزعوا المخاطر. واللي احنا عارفينه، وأنا كمان عارف من مصادر اتكلمت معاهم تحت، خصوصا إسرائيل، في وسط الخطط الاستراتيجية دي بتاعت القصف والحاجات دي. في الحقيقة في كمان تقارير استخباراتية عشان يحاولوا يفهموا هم خبوا فين. أكيد، بس شوف سامحني لو فكرت فيها، النقاش اللي حاصل بقاله 2-3 في البودكاستات الأمريكية زي ما كنا بنقول من شوية يعني. بس مش يمكن إن التسوية اللي كان أوباما لقاها بكل القيود اللي فيها كانت أكتر حكمة قدام السيناريو ده؟ يعني كان عندك برضو أشكال من الرقابة، مش كاملة بس فعالة، وكانت بتقلل الخطر بشكل ما. بس نرجع للمشكلة الأساسية اللي فونتانا كان بيقولها. فونتانا كان بيقول هو إيران كانت أو ما كانتش تهديد وجودي للولايات المتحدة الأمريكية. أنت بتضحك، بس لا، هي أو مش هي تهديد وجودي لإسرائيل. أيوة، من 47 سنة، وده لوحده يوضح لك إن عندك حربين فيهم. نتنياهو من التحقيق
أنا متأكد إن كتير شافوا التحقيق ده. من التحقيق الكبير اللي اتنشر الأسبوع اللي فات في نيويورك تايمز، أعادوا بناء كل القصة، وكل العسكريين الأمريكان اللي كانوا حاضرين الاجتماع بين نتنياهو وترامب قالوا: يا رئيس، ما نتحركش. وفي الآخر حسب رواية نيويورك تايمز اللي ما اتنفتش، كان نتنياهو هو اللي قال لترامب: احنا خلاص ضامنين مصر، يلا بينا وهتشوف كل حاجة هتمشي كويس. بس الفرق زي ما قلت قبل كده إن المجتمعين الأمريكي والإسرائيلي عندهم قدرة تحمل مختلفة تماماً. يعني الأمريكي بيهمه إنه سعر البنزين يزيد، أما الإسرائيلي بيهمه إنه حد يرمي عليه صاروخ فوق بلكونة بيته. يعني الإحساس مختلف جداً، فالمجتمعين دور مش زي بعض. المشكلة إنهم بيحاربوا في حربين متوازيتين، ولا واحدة فيهم، وده انطباعي، رايحة لأي مكان. لأنه حتى موضوع القضاء على حزب الله في لبنان اللي نظرياً مثالي، عملياً مش كده، مش شغالة. مش بس عشان ليها تكلفة اجتماعية بالنسبة للسكان الشيعة والمسيحيين في جنوب لبنان، لأنهم مش شيعة بس، فيه كمان قرى مسيحية. وده بان كمان من كام يوم في حادثة الكاهن اللي كان جاي من لبنان مع القافلة للقرى المسيحية. النوع ده من الهجوم على جنوب لبنان ليه معنى لو كان بيشيل تهديد، لكن لو مش كده ملوش أي معنى. لو كل شوية تلاقيهم بيقوموا يضربوا عليك صاروخ تاني، يبقى كده انت ما حققتش النتيجة المطلوبة. بص، أنا مش خبير في الأمور العسكرية، بس بقولك إن بقالنا 6 أسابيع والقصة دي شغالة ومفيش أي نتيجة. هم دول الجنود الإسرائيليين اللي بيدخلوا القرى باينين حتى من هنا. أنا عايز أسيطر على واحدة من نقاط روكافرتي، وده السبب اللي مخليني عايز أتقدم بعد الليتاني، لأنهم عايزين يعملوا منطقة عازلة بطريقة ما. ده بيفكرني باللي عملوا الأتراك في سوريا مع المنطقة العازلة دي. يعني كأنهم بيقولوا هنا هنحط قواتنا العسكرية، ولو عايز تقصف هتقصف هنا، مش هتوصل لإسرائيل. بس بالتوفيق بقى في القتال، بيت بيت وشارع شارع في منطقة واسعة زي دي، وتحاول تطلع كل جندي واحد واحد. عملية شبه مستحيلة. وبرضه صحيح من الناحية الاستراتيجية، لو وسعنا الموضوع يا إدواردو، إيران مش حاجة بتهدد إسرائيل بالغزو. بعيدا عن كده، بيتقال إن عندهم القنبلة الذرية من سنة 98 زي ما بيقول بي من ناحية الأعداء المحليين أو الجيران اللي فعلا ممكن يهددوا وجود إسرائيل. دول ما بقوش موجودين من زمان. إذا بشكل متناقض أقدر أقول من الناحية التاريخية، يمكن النهاردة بسبب الكارثة دي إيران بقت أكتر من قبل عايزة تمتلك سلاح نووي. إيران طبعا في الوقت الحالي مش شايف إنها عندها قدرة كبيرة أو فورية إنها تعمل كده في وقت قصير، بس كأنه التهديد حتى لإسرائيل ومن وجهة نظر إسرائيلية كمان ممكن بشكل متناقض يبقى أكبر بكتير على حسب نهاية الكارثة دي. لأن زي ما أنا متفق مع مورو، لحد دلوقتي اللي حصل هو أننا انتقلنا من الاتفاق بتاع أوباما اللي كان بيضمن مستوى معين من الرقابة، ومن وجهة نظري هي الطريق الوحيد اللي ليه معنى مع أي قوة معادية خلينا نسميها كده، علشان نمنعها من الدخول في سباق نووي. يعني بلد زي إيران كبير قوي وعدد سكانه كبير وعنده إمكانيات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة، وكمان شفنا حلفاء أو حتى شركاء على أعلى مستوى عالمي عندهم أسلحة نووية وعندهم تكنولوجيا نووية. من غير الواقعي إنك تفتكر لو خليته عدو ليك هتديله كل الأسباب في الدنيا إنه يمتلك رادع نووي، وطول ما هو مش بيستسلم تفضل تضربه كل 2-3 لحد ما يرضخ في الآخر. من الطبيعي إنه مش هيبقى قدامه حل تاني، البلد دي هتحاول تمتلك الرادع ده. أيوة صح. عمرهم ما كانوا قريبين كده من هجوم شامل فعلي على إيران زي المرة دي. كانت مجرد تبادلات، حرب الوكالة. دايما كانت تبادلات، كانت كده.
بص، ده اللي بيحصل دلوقتي. لبنان لما تروح تضرب كده انت حرفيا بتعمل كده. انا بسميه تاثير مارينكا للي بيفتكر الارض اللي شبه القمر في اوكرانيا. لما ما تقدرش تسيطر على حاجة بتسويها بالأرض كده، لا أنا ولا أنت نقدر نستخدمها هنا. فانا هتكلم بسرعه عن لبنان في الفيديو ده بما اننا جبنا سيرته. في رايي في حاجه مهمه بتبان، بمعنى ان قوه زي حزب الله موجوده وفي الاساس ليها اهميه عسكريه كمان، ومن وجهه نظر اسرائيل هي تهديد للجزء الشمالي. حتى لو طبعا نفتكر مش معنى كده ان حزب الله يقدر يغزو اسرائيل او يحتل نص البلد. يعني اوقات قريت الكلام ده من شهور فاتت لما كانوا بيبرروا العمليات ضد حزب الله بشكل اساسي. وبرضه طبعا هي تهديد من ناحيه اطلاق الصواريخ، خصوصا الصواريخ قصيره المدى. اللي كنت عايز اقوله ان اسرائيل لو عايزه تقتلع العدو ده، استخدموا الكلمه دي بالظبط، يعني لازم يتشال باقصى طريقه ممكنه. وبرضه عشان تاثير ده على السكان المدنيين هناك، لان حزب الله ما يقدرش يكون موجود الا وبس قوه زي دي بدعم، يعني ايوه بدعم اساسي من جزء كبير من السكان المحليين. وتاريخيا احب اقول ان المحاولات اللي غالبا بتفشل من القوات العسكريه لاحتلال واقتلاع جيوش العصابات اللي شبه تقليديه من النوع ده، على اي حال المحاولات الاكثر جديه اللي اتعملت عاده بتشمل كمان تفريغ السكان من المناطق دي. يعني اللي بيتعامل عاده في المعركه دي خلينا نسميها مكافحه التمرد، هو انك تشيل القاعده اللي بتدعم القوات دي. وطبعا مفيش رحمه في الموضوع. ازاله القاعده معناها الفيديو اللي شفناه يعني طرد السكان ويمكن على مساحات واسعه عشرات الكيلومترات. وكل ده اوقات بيخلق زي دايره مفرغه، او زي تعبان بيعض ديله او كلب بيعض ديله. يعني في الاخر بيخلق استياء وغضب. لبنان وجزء من السكان اللي عندهم تعاطف مع حزب الله واللي بيعترضوا بشكل جذري على اسرائيل النهارده ممكن جدا يزيد لما بيشوفوا اللي بيحصل يعني لاهلهم اللبنانيين. يعني ومن الناحيه دي يمكن من وجهه نظر، يعني انا متفق مع مورنال لما بيقول انه من الناحيه الجيوسياسيه بالطريقه اللي عايزين يحلوا بيها الاسرائيليين الموضوع ده، الحكومه الاسرائيليه الموضوع ده، فعليا النهارده هو الوقت الانسب. يعني عندهم حريه التصرف، بس ده مش معناه انه هينجح. يعني نرجع بقى لايران وللردع الايراني. سيبني ارد، انت بتبرر لمين؟ اولا لو ما عندكش القدره الذهنيه تتابع القناه دي سيبك. هنا محدش بيبرر حاجه، حد بس بيقول انه لما الحروب تديت، لما الحروب بتشتد، لو حطيت نفسك مكان الايرانيين هتسعى تمتلك القنبله النوويه، وده اول حل ممكن عشان تتجنب تدخلات زي دي. انا مش ببرر لهم، انا بقول لك اللي اي حد بيفكر بشكل استراتيجي هيعمله، والايرانيين فعلا بيفكروا كده وعارفين هما بيعملوا ايه. في سبب ليه محدش بيضرب نار على تشيتشو؟ بيضربوا بالقنابل على كيم جونج، بس طبعا لانه رغم ان جيشه عنده دبابات من الخمسينات، عنده شويه قنابل نوويه، فبطلوا بقى اللعب ده. زي لما حد يكتب لي في الشورتس انت مش بتتكلم عن ده، معلش ده شورت، عندي دقيقتين، ازاي هتكلم عن مواضيع تانية؟ احنا بنقول لك من الناحية المنطقية اللي هم بيعملوه مش تبرير. انا مش فارق معايا ابرر لا للاسرائيليين ولا للايرانيين ولا لحزب الله ولا للامريكان، ده مش شغل القناه دي اصلا. التبرير اللي بيعملوه هو اني اشرح لك انه لما انت توصل الحرب لاقصى حدودها طبيعي انهم ياخدوا احتياطات قصوى. وفي المفارقه انه من سنه 98 بي سي مينا التوروني، الناس دي عندها نووي، وعدى سنين كتير من 98، والمفارقه ان الوضع ده هيقربهم اكتر للنووي. يعني هي نبوءه بتحقق نفسها بالظبط. دلوقتي هم فعلا بيحاولوا يوصلوا للنووي. ايوه، وعايز اضيف ان في الموضوع ده بالذات، يعني عشان اشرح اكتر مش ابرر بس اشرح الديناميكيه اللي بتحصل، وده اللي بحاول اعمله. عندي كمان امثله اثرت فيا جدا. يعني ايرانيين من الجاليه اللي عايشين في اوروبا، ناس اعرفهم او على الاقل عندي تواصل معاهم، اللي دايما كانوا ضد النظام تماما، ضد النظام. مش كلهم بس بعضهم.
فبدأوا حتى هم يعيدوا التفكير في فكرة وجود ردع نووي، حتى بعض الإيرانيين دول، أنا بقول ده كمعلومة. ايوه لان في كمان جناح معتدل يمكن مش المفروض نضغط عليه، ده هيؤدي لرد فعل. في الحقيقة إسرائيل مش عندها القدرة فعلا إنها تضرب أو تكون خطر مميت على إيران، وفي إيران كمان جناح معتدل. مش كلهم كده. في كمان ناس كانوا بيقولوا شوفوا لو ضغطنا في الاتجاه ده هنلاقي رد فعل من الناحية التانية. صحيح دلوقتي مع اللي بيحصل، يعني الوكلاء بتوع إيران اللي بيختفوا، إيران عندها مشاكل أكتر جوه البلد، وعشان كده معاها فلوس أقل كمان علشان تمول الوكلاء. من الواضح ان الحرب هتبقى اكتر واكتر بينهم بشكل مباشر عن طريق الجو، عشان المسافات فعلا آلاف الكيلومترات. بس بصراحة ولا واحد فيهم عنده القدرة الحقيقية أو الاستراتيجية إنه يغزو التاني أو يهدده، خصوصا لو الاتنين بقوا عندهم سلاح نووي. كده اللعبة انتهت. على فكرة دي كمان نقطة مش بياخدوا بالهم منها كتير. خد بالك، مش معناه تلقائيا لو إيران عملت اختبار نووي، على فكرة لو عملوا اختبار نووي ده هيبقى أول اختبار نووي ليهم، غالبا هيكون لجهاز أو قنبلة، مش هتكون قابلة للاستخدام في الصواريخ البالستية، لأن دي بتكون أكتر تعقيد. وكمان القنبلة دي مش هتديهم ردع كبير أو فعلي. يعني طبعا هو تطور كبير كرسالة، بس احنا عارفين ان اسرائيل عندها دفاعات حتى من الناحية دي. يعني خلي بالك، مش معنى انه حتى لو وصل المستوى ده من الردع النووي، سواء باختبار او بداية او حتى اعلان او اثبات، ده مش معناه انه ردع نووي بيهدد بتدمير فعلي لاسرائيل في المدى القريب. لكن الاهم من كده، ده مش معناه ان اول حاجه عايزين يعملوها اول ما يبقى عندهم القنبله النوويه، اي نظام، وانا بتكلم هنا بشكل سياسي، اي نظام ايراني يوصل لمرحله الردع النووي، مفيش حاجه هتحصل. بيقولوا طبعا ان اول حاجه عايز يعملها هي انه ينتحر ويرمي القنبله على باقي العالم. يعني دي وجهه نظري اللي دايما كنت مقتنع بيها. يعني الناس بتفترض بسهولة ان هم مجانين، وان الحاجة الوحيدة اللي عايزينها هي انتحار الامة كلها مع بعض، وفي الاساس بيطلبوا رد فعل انتقامي من قوة نووية تانية اقوى منهم بكتير، على امل يمكن من وجهة نظرهم ان الجنون الافتراضي ده يخليهم يضربوا صاروخ على العدو التقليدي بتاعهم. لكن وهم متأكدين، لان ايران من ناحية الدفاعات المضادة للصواريخ، وبالذات الدفاعات النووية المضادة للصواريخ البالستية، احنا بنتكلم عن حاجة ايران ما عندهاش منها اي حاجة، ومش هيكون عندهم حتى في ال50 سنة الجاية من العملية دي. ده بلد غير محمي تماما من الناحية دي. ودي كمان شوية وهم إيراني، يعني لما يحصلوا على النووي يبقى إسرائيل مش هتقدر تضربهم، وإحنا شفنا ده مع أوكرانيا وروسيا. كمان النموذج ده اتكسر، عندك قوة نووية بتضرب عادي بالطائرات المسيرة والصواريخ طول الوقت، بقالنا سنتين النموذج ده اتكسر برضه. زمان كانوا فاكرين لو أنا عندي نووي يبقى أنت مش هتقدر تلمسني. في الحقيقة لما الحرب بتفضل تقليدية الناس بتتجرأ وتوصل لده كمان. معذرة يا جماعة، فاضل آخر 5 دقايق هسيبهم لدانيالي. استنتاجاتك إيه؟ إيه اللي استفدته من كل اللي ناقشناه لحد دلوقتي؟ بس وأنا بسمعكم لازم أقولكم إننا بنمر بأصعب فترة من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. علمونا على الأقل جيلي إن المحطات المهمة كانت أزمة كوبا، يعني كينيدي وخروتشوف، وبعدها سقوط جدار برلين. مش كده؟ أزمة كوبا كانت مهمة، بس دايما اتقدمت بشكل مختلف، زي إن كينيدي كسب وخروتشوف خسر، وبعد كده الدنيا مشيت كده. في الحقيقة الزمن وبفضل أخو جون كينيدي اللي هو بوب كينيدي، الأمريكان دفعوها للسوفييت بعد كام شهر من غير ما يتقال كتير، وتلاقى نوع من الحل الوسط، وكل واحد فيهم قسموا بينهم الحاجات. المكاسب: سقوط جدار برلين هو في الأساس نهاية جزء من أوروبا وكمان أفريقيا اللي كان فيها وجود سوفيتي، بس ما كانش نهاية لترتيب جيوسياسي على مستوى العالم اللي انتوا بتوصفوه. النهاردة ما تكلمناش عن أوكرانيا، وما تكلمناش عن أمريكا اللاتينية، عن فنزويلا، بس موجودين رغم ترامب اللي كان حل 8 حروب في 10 شهور، وكانوا لازم يدوله جايزة نوبل للسلام. لو جينا نبص، الإدارة دي عملت صراعات أكتر
بس المشكلة مش في الصراعات، هي عملت صراعات من غير أي استراتيجية، في حين إنه الحروب اللي سببها بوش الأب وبوش الابن وأوباما ممكن تكون اتدارت بشكل سيء. بايدن، أفغانستان، وهكذا. بس كان عندهم إطار، إحنا رايحين نحرر الشعوب. هنا في 10 أيام إداك 10 روايات مختلفة، يعني كأن الوضع بقى غير عقلاني، نفس رد الفعل. ما تستهينوش بأهمية البابا في العالم الكاثوليكي الأمريكي. فعلا العالم الكاثوليكي الأمريكي منقسم، يعني اللاتينوس عندهم نوع من الكاثوليكية. الإيرلنديين، البولنديين، والإيطاليين مثلا في الولايات المتحدة عندهم كاثوليكية في بعض الحاجات ماشية معهم، وفي حاجات تانية كتير مش بيتبعوا المواقف دي خالص. مثلا البابا فرانسيسكو في الولايات المتحدة كان أساساً مكروه من جزء من الكاثوليك اللي كانوا شايفينه متحيز للعالم الثالث وصاحب اللاتينوس وكده. بصوا بس الخلاف ده، البابا ده اللي هو أمريكي فعلاً، هو بيروفي بس معاه الباسبور. النهاردة بالليل ترامب اللي ما كانش عارف يخرج من الموقف إزاي خد صورة لأخو البابا اللي راح معاه البيت الأبيض وحاول يصلح الموضوع، وقال البابا ده خسران، ما فهمش حاجة، الدنيا بايظة. لكن أخوه لأنه من الناس اللي انتخبوني وكده، ده ما فهمش. إيه هو القيمة الفاتيكان؟ يعني ترامب لخبط بين البابا ومادورو وكيم جونغ أون مع خامنئي. أيوة، ده ما فهمش إن فيه شوية نقاط، نقول أيوة. بعد شهر ترامب لو ما أجلش تاني لازم يروح بكين عند شي ويقول هو عايز إيه، يلاقي حل مع الصينيين. هو ما يقدرش، يعني أنت لازم تديه إجابات. لو أنت بتتصرف بالطريقة دي هتقدر تديه له إجابات إزاي؟ ومين حياخدك على محمل الجد وانت كل يوم بتغير إجابتك؟ طيب أظن كده خلصنا كل حاجة. هنسيبكم احنا كمان مع السؤال، مش ان احنا عندنا إجابات لكل حاجة. لو كده كنت رحت لعبت بأسماء اليانصيب. انا بشكر جدا الجنرال كابيتيني اللي عدى علينا، واحنا امبارح كنا في بيستويا، يعني هو سافر 4 ساعات بالعربية عشان يجي و4 ساعات عشان يرجع. وعلى اي حال هو راح الصبح ده لو انا مش غلطان في التلفزيون، والنهارده معانا وبكره هيرجع للتلفزيون تاني. دانييلي اللي بكره هيسافر بالطيران تاني هيمشي. يعني قدرنا نظبط المواعيد. ادواردو اللي دايما بنبهه قبلها بوقت قليل جدا، وبرضه بيقدر يجي دايما وبيكون عارف كل حاجة. فشكرا لكم كلكم. وبما ان دانييلي كان بيقول ايه اللي بيحصل في امريكا الجنوبية، بصوا يوم 15 هيكون عندنا باتيستيسا ضيف جديد، وهنكلم طبعا عن امريكا اللاتينية. وبعدين هنرجع خلال الاسبوع لموضوع اوكرانيا وكل الحاجات التانية. فشكرا لكم كلكم واشوفكم قريب، وشكر خاص لكل اللي جم امبارح في بيستويا. تحياتي. أطيب الأمنيات، مع السلامة، لحد المرة الجاية.